السلام عليكم، اهلا بيكم يا حبايب قلبي طلاب ثالثه ثانوي دفعه 2026. ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده باذن الله هنبدا مع بعض المحاضره الاولى في المنهج بتاعنا. طبعا دي حصه الشرح، وكل اسبوع هينزل لك حصه للشرح وحصه للحل، ده بالاضافه للفيديو الصغير اللي بينزل لك بيجمع كل حاجه احنا قلناها في حصه الشرح او ملخص للحصه كامله. طيب قبل ما نبدأ في المنهج بس حابة أعرفك الأول شوية التعديلات اللي حصلت السنة اللي فاتت ومكملة معانا السنة دي. في الأول كانت مادة الأحياء لوحدها ومادة الجيولوجيا لوحدها. دلوقتي بقت مادة واحدة اسمها الأحياء وعلوم الأرض. حلو قوي. مش عايزاك بس تكون فاكر إن الأحياء ليها علاقة بالجيولوجيا، لا، دي حاجة ودي حاجة. طبعا أنا هدرس معاك أو هشرح معاك الأحياء بس، الجيولوجيا أنت هتاخدها مع مدرس تاني. تمام. طيب الأحياء يا دكتور ملهاش علاقة بالجيولوجيا، يعني مثلا استحالة تلاقيني بقول لك الحتة دي وأنا بشرح مثلا في الأحياء أقول لك الحتة دي هتقابلها في الجيولوجيا، لا، هي دي حاجة ودي حاجة تانية. حلو جدا. بس طبعا الاتنين اتضموا مع بعض عشان الاتنين مواد علمية، فاتضموا مع بعض في مادة واحدة. طيب حابة أعرفك الأول توزيعة الدرجات بتاعتك على الأحياء والجيولوجيا. طبعا الدرجة بتاعتك هي من 60 درجة، امتحانك بيكون من 60 درجة. تمام. ال60 درجة دول متوزعين على الأحياء والجيولوجيا. طب الأحياء بكام درجة؟ الأحياء كلها هتلاقي فيها 6 فصول. 6 فصول، ال6 فصول دول ب47 درجة. تمام. الجيولوجيا هتلاقي فيها فصل واحد اللي هو الفصل السابع، آخر فصل في المنهج، الفصل السابع آخر فصل في المنهج، وده بيكون عليه 13 درجة. دي توزيعة الدرجات. تمام كده، يبقى انت عرفت توزيعة الدرجات بتاعتك في الامتحان بتكون كام. الأحياء عليها 47 درجة، الجيولوجيا عليها 13 درجة. يا دكتور هو أنا ممكن ما ذاكرش الجيولوجيا أو أرميها لحد الآخر؟ لا، بعد إذنك ذاكرها من أول يوم عادي جدا. طيب ليه؟ لأن الجيولوجيا أصلا هتحس إن هي فيها، هي طبعا فهم، بس هتحس إن هي فيها حفظ كتير، فبعد إذنك ذاكرها من الأول عشان ما تجيش في الآخر وأنت حاسس إنك مضغوط من الامتحانات والمراجعات وفيزياء وكيمياء ومش عارفة إيه، فتحس إن ده بيترمي. وهو على فكرة عليه 13 درجة، يعني ده عدد كبير من الدرجات، أنت في الامتحان بتكون نفسك تاخد درجة واحدة منهم. تمام. فبعد إذنك نذاكر الجيولوجيا كويس جدا جدا من أول يوم، عادي جدا تبدأ إن أنت تذاكرها وتتابع كده مع نفسك أو مع المدرس بتاعك درس درس بالشرح بتاعه بالحل بتاعه. اهم حاجه برضو ان انت تحل عليها كتير قوي علشان تتدرب على الاسئله بتاعتها كويس. الاحياء بقى، الاحياء كام فصل؟ 6 فصول. ال6 فصول هنا اول فصل عندنا في المنهج بتاعنا اسمه الدعامه والحركه. هنبدا مع بعض الرحله بتاعتنا خلاص كده. تمام. اول فصل اسمه الدعامه والحركه. الفصل الثاني اسمه التنسيق الهرموني. الدعامه والحركه ده يا دكتور هنتكلم مع بعض عن الهيكل العظمي. طبعا اكيد يعني لو حد عارفني من سنه تانية فهو عارف ذهنهم، مش عارفه شفتوه ولا لا، يعني اكيد شفتوه مثلا مع الفيديوهات بتاعه ثالثه ثانوي الكلام ده. ذهنهم كله هناخد الهيكل العظمي كامل، الجمجمه، القفص الصدري، بندرس كل حاجه موجوده في الهيكل العظمي او الجهاز الهيكلي كله. تمام. ده كده في الفصل الاول اللي هو الدعامه. الحركه دي بندرس تركيب العضلات وازاي جسمك بيتحرك وازاي بيكون في تعاون بين العضلات والعظام بتاعتك عشان تسمح بالحركه. تمام. طيب تاني فصل عندنا هما 6 فصول. تاني فصل التنسيق الهرموني، ده بنتكلم عن كل هرمون بيتفرز في جسمك. معظم الهرمونات الموجودة في جسمك هندرسها مع بعض بإذن الله. كل هرمون الوظيفة بتاعته، تركيبه، مسؤول عن ايه، بيتفرز منين، ايه الغدد اللي بتفرز الهرمونات دي. كل حاجة عن الهرمونات اللي موجودة في جسم الذكر والأنثى وفي جسم الإنسان عموما هنبدأ ان احنا ندرسها مع بعض. وهندرس كمان في الهرمونات النباتية. خد بالك ان اي فصل من دول فاحنا بندرسه في نبات وانسان. يعني مثلا بدأت في فصل الدعامة والحركة، هناخد الدعامة في النبات وهناخد الدعامة في الانسان. بدأنا في جزء الحركة هناخد الحركة في النبات والحركة في الإنسان. في حركة في النبات هقول لك عليها بعدين، بس عايزاك تكون عارف بس إن كل فصل من دول هندرسه في نبات وفي إنسان. تمام. التنسيق الهرموني برضو نفس الكلام بالظبط، هناخد الهرمونات في النبات والهرمونات في الإنسان، وهكذا بقى لحد ما نخلص خالص. طبعا الدي ان ايه والار ان ايه ثابتين، ما فيهمش بقى نبات وإنسان. طيب التكاثر
برضو هنتكلم عن كل حاجة في التكاثر، برضو نبات وإنسان. هنتكلم عن في الفصل ده هنتكلم عن كل حاجة مسؤولة عن التكاثر. هنتكلم عن التكاثر في النبات وإزاي بيحصل التلقيح في النبات. هنتكلم كمان يا دكتور عن التكاثر في الإنسان، وهنتكلم عن مراحل تكوين الحيوانات المنوية ومراحل تكوين البويضات، وإزاي إن البويضة بتبدأ إن هي تتخصب بالحيوان المنوي فيكونوا لي خلية واحدة اسمها خلية الزيجوت. الزيجوت ده ازاي يكبر لحد ما يكون لي جنين كامل. فكده احنا بدأنا ندرس كل حاجة من الأول خالص. طب الجنين ده يا دكتور وهو بيكبر بيفضل في بطن الأم مدة، أو رحم الأم بقى سوري، بيفضل في رحم الأم لمدة 9 شهور. التسع شهور دول بيمر عليه مراحل مختلفة أو بتظهر عليه صفات جديدة. يعني مثلا هقولك في الشهر الأول هنلاقي الجنين شكله كذا، في الشهر الثاني هنلاقيه شكله كذا، في الشهر التاسع بيبقى شكله كذا، وايه الحاجات اللي بتتكون عنده في الشهر ده وفي الشهر ده وفي الشهر ده. تمام، يبقى احنا بندرس كل حاجة بالتفصيل. هندرس كمان في فصل التكاثر، هو كبير شوية، هندرس فيه كمان وسائل منع الحمل. هندرس فيه كمان يا دكتور كل حاجة ليها علاقة بالتكاثر. مش عايز ادخلك في تفاصيل كتير دلوقتي وادوش دماغك، بس اي حاجة ليها علاقة بالتكاثر هندرسها مع بعض بإذن الله في الفصل ده. طيب المناعة هندرس فيها ايه؟ بحب قوي الفصل ده. معلش ثانية واحدة. بحبه جدا. ليه بقى؟ لان فصل المناعة هنا بيعرفك ان مناعتك عاملة ازاي. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت بتتنفس كده دخل جوه جسمك ميكروب، ايه اول حاجة هتواجه الميكروب ده؟ طب لو مثلا اول حاجة واجهت الميكروب فشلت، فايه الحاجة التانية اللي هتواجهه؟ ايه الخلايا اللي هتقدر ان هي تدافع عن جسمي؟ هو هيتكون اجسام مضادة ولا لا؟ كل الحاجات دي موجودة في فصل المناعة. يعني المناعة دي هنتكلم مع بعض عن ان ازاي لو اي ميكروب دخل جسمك، جسمك هيقدر ان هو يواجهه ويتخلص منه. بس كده. طبعا اي حاجة غريبة بتدخل جوه الجسم فالجسم بيواجهها وبيبدأ ان هو يقضي عليها. في فصل المناعة هنتكلم مع بعض عن كل ده. حلو قوي. طب في الدي ان ايه، ده بقى الحب وده الشوق. يعني بص بصراحة حاجة تحفة الاتنين، حاجة كده يعني علم من العيار التقيل. يعني ايه؟ يعني فصل الدي ان ايه وفصل الار ان ايه مستوى التفكير بتاعهم عالي قوي. يعني ايه برضه يا دكتور؟ يعني الدي ان ايه مش حاجة سهلة. تمام، يعني الدي ان ايه، فصل الدي ان ايه ده مش هقولك ان هو فصل سهل، بس فصل محتاج مجهود منك ومحتاج حد بيحب الأحياء. يعني انت بتحب ان انت تفكر وبتحب انك تقعد تدور على معلومات كتير، فهتلاقي نفسك بتحب الفصل ده قوي. طيب باختصار كده هقولك هو بيتكلم عن ايه. فصل الدي ان ايه والار ان ايه الاتنين هما فصلين بس هتحس ان هما بيكملوا بعض، يعني هتحس ان هما في الاخر حاجه واحده. تمام، يعني الدي ان ايه بعد كده ندرس بعديه الار ان ايه وتخليق البروتين. في الاخر هتلاقي ان هما ليهم علاقه ببعض قوي. يعني مثلا ممكن اول حصه مرتبطه باخر حصه عادي جدا، فالاتنين ليهم علاقه ببعض جدا جدا جدا. على فكره في الدي ان ايه ممكن هتلاقي فيه اسئله من التكاثر، في اسئله من المناعه. فالفصلين دول بيكون ليهم علاقه بمستوى التفكير بتاعك قوي، علشان هو دايما بيربطهم لك بالفصول اللي موجوده في الاول دي. فلازم تكون مذاكر اللي في الاول كويس علشان تفهم ده كويس، علشان تقدر ان انت تحل. فهمت كده؟ طيب الدي ان ايه اللي احنا هناخده في ثالثه ثانوي كله، فهي حاجات بسيطه قوي قوي قوي. يعني انت باذن الله لما تبقى دكتور وتكمل في كليه علميه، فانت هتعرف ان الدي ان ايه والار ان ايه اللي انت درسته في ثالثه ثانوي دي اساسيات. رغم ان انت بتحس ان هم كتار جدا، الفصلين دول تقال قوي عليك. هم مش تقال بقى، بس تحس ان هم كبار ومش بيخلصوا الكلام ده. بس انت لما تطلع بقى باذن الله كليه علميه هتحس ان دول زي اساسيات كده. فالاساسيات دي بعد اذنك ذاكرها كويس. ليه بقى؟ لانك مش هتلاقي حد في الكليه يشرحها لك. هو خلاص اللي في الكليه او الحاجات اللي انت بتكمل عليها في الكليه، فدي بتعتمد على انك دارس الاساسيات في ثالثه ثانوي. فهمت كده؟ فيبقى انت اي كليه علميه لازم هتدرس فيها دي ان ايه كتير جدا جدا. ده كل سنه في كتاب جديد للدي ان ايه في اي كليه علميه. فبالتالي انت الاساسيات خلاص ما حدش بيقولها لك تاني، هم معتمدين في الكليه خلاص، المعيد والدكتور معتمد على انك فاهم كل الاساسيات دي في ثالثه ثانوي، فبيكمل بقى شرح. فاهمني؟ فانت باذن الله مقرر انك تكون دكتور شاطر
عايز تكون فاهم كل حاجه كويس قوي في الدي ان ايه، فحاول تركز لي في الاساسيات بتاعه الدي ان ايه والار ان ايه والبروتين دي كويس جدا جدا جدا. عارفه ان هم لسه قدام شويه عشان نتكلم عنهم، بس انا قلت اقول لك ايه يعني اوفر اول كده على المنهج بتاعنا وبيتكلم عن ايه كله، علشان تكون فاهم الاحياء عموما هتتكلم عن ايه. كده يا دكتور انت عرفت توزيع المنهج بتاعك كامل، وعلشان تكون متاكد مثلا من الجزء ده عليه كام درجه والجزء ده عليه كام درجه في النظام الحديث. تمام. معلش لو انا طولت عليك شويه، بس توزيعة الدرجات وتوزيعة المنهج المفروض ان انت تكون عارفها من اول يوم كده، علشان تكون عارف ايه الحاجات اللي هتحتاج منك مجهود قوي، ايه الحاجات اللي انا لازم اهتم بيها. فكل الحاجات دي مهمه بالنسبه لي، مش هطول عليك كده في اول كل حصه، بس دي حاجه اساسيه لازم ان انا اقولها لك في اول حصه. طيب تعالى بقى اقول لك دلوقتي يا دكتور النظام بتاعنا هيمشي ازاي، وايه الكتب اللي هتكون متاحه معاك، او هنحل من كتاب ايه، ونظام الحصه، وكل الحاجات دي برضو لازم حضرتك تكون عارفها في اول حصه. اول حاجه يا دكتور هيكون عندنا كتاب الشرح اللي هو الفصل الاول الدعامه والحركه، كل فصل هيكون ليه كتاب حلو جدا. طيب هيكون ايه كمان؟ ده كتاب شرح عادي جدا، هتلاقيني مثلا حاطه لك الشرح بتاع الدرس الاول، بعد كده هتلاقيني حاطه بعد شرح الدرس الاول شويه اسئله. شويه الاسئله دول مستوى التفكير بتاعهم عالي شويه، فهتلاقي ان انا بقعد احلهم معاك بعد ما نخلص شرح. طبعا حل الاسئله دي هتكون موجوده جوه حصه الشرح. تمام. يعني ده كتطبيق على الشرح اللي احنا قلناه، حاجه كده بتاكد لك المعلومه وتخليك فاهم اكتر. حلو قوي. ده كتاب الشرح هتلاقي بقى كله متقسم من جوه بنفس النظام ده. هيكون معاك ايه كمان؟ هيكون معاك كراسه اسمها كراسه ليله الامتحان. ايه بقى الكراسه دي وليه سميتها لك ليله الامتحان؟ الكراسه دي يا دكتور هتلاقيها متقسمه من جوه ل 32 محاضره، اسمها كراسه ليله الامتحان. هي فاضيه تمام، يعني مثلا مكتوب المحاضره الاولى، فالمحاضره الاولى ليها صفحتين، المحاضره الثانيه ليها صفحتين فاضيين. الصفح الفاضيه دي علشان انا وانا بشرح ساعات بقول لك خد بالك، ده الملحوظه دي مهمه جدا، اكتبها ورايا، اوعى تنساها، اوعى تحط المعلومه دي في اي ورقه وترمي الورقه. فمعظم الطلاب دايما في كل سنه بيعملوا نفس النظام ده. اجي مثلا اقول لهم فاكرين لما قلت لكم اكتبوا ورايا المعلومه دي موجوده فين عندك في الكتاب؟ يقول لي لا مش فاكر، كنت كاتبها في ورقه ورميت الورقه دي خلاص. فبتلاقي نفسك كل الحاجات او الملحوظات اللي انت بتكتبها بخط ايدك، فبتلاقيها في الاخر انت مثلا ممكن تكتبها في ورقه، ممكن تكتبها في كشكول بره، فمش عارف بقى الكشكول ده فيه فيزياء ولا كيمياء ولا جيولوجيا ولا ايه، فبتلاقي الدنيا تاهت منك. فانا مجمعه لك كل ده في الكراسه دي. هتلاقيني مثلا وانا في نص الشرح اقول لك ايوه اكتب معايا الملحوظه دي. الملحوظه دي بقى ممكن تكون من اولى سنه، ممكن تكون من تانية ثانوي. الحاجات اللي من اولى واللي من تانية غالبا بيسالك عليها في ثالثه، عشان هي حاجات تراكميه وحاجات اساسيه المفروض انك عارفها. فهو ساعات بيختبر ان انت كنت شاطر في اولى وتانية. كل الحاجات بتاعت اولى وتانية بشرحها عادي كلها، تمام بالتفصيل جدا كانها جزء في ثالثه. بس عايزاك تكون عارف ان الحاجات دي مش عشان هي مش موجوده في الملزمه فهي مش مهمه، لا ده احنا بنكتبها مع بعض في كراسه ليله الامتحان. لو جزء تراكمي بقول لك ان هو تراكمي من اولى، تراكمي من تانية، تمام بعرفك، بس لازم ان انت تذاكرها كويس قوي كانها جزء في ثالثه. ماشي. طيب الملحوظات دي كلها هنجمعها في الكراسه دي اللي هي اسمها كراسه ليله الامتحان. مسميها لك كده علشان ليله الامتحان ما تدخش انت بقى، تبقى عارف ان كل الملحوظات اللي على الدروس كلها من اول محاضره لحد اخر محاضره في المنهج فهي متجمعه عندك في الكراسه دي. يعني كراسه كده زي مرجع ترجع ليها في اي وقت انت بتذاكر. الحاجات اللي انت بتكتبها بايدك دي بتكون مهمه جدا 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 فوق ما تتخيل. فبعد اذنك اهتم لي قوي بالكراسه دي، اي معلومه انا بقول لك يلا اكتبها معايا فبعد اذنك تكتبها معايا ضروري جدا جدا جدا. طيب دي كده تاني حاجه عندنا. بعد كده عندنا الملزمه دي، الملزمه دي اسمها ملزمه فكر نفسك. ايه ملزمه فكر نفسك دي؟ طبعا هتكون موجوده لكل فصل، يعني الفصل الاول ليه الملزمه دي، الفصل الثاني ليه الملزمه دي، وهكذا. طيب انا دلوقتي عندي كتاب الشرح الاساسي وعندي ملزمه فكر نفسك. ملزمه فكر نفسك دي فيها ملخص لكل درس، وفيها اهم المقارنات، وفيها اهم العلاقات البيانيه، وفيها اهم الرسومات. الثلاث حاجات اللي انتوا بتتخضوا منهم، ده اي طالب بيتخض من الرسومات، بيتخض من العلاقات البيانيه، بيتخض من المقارنات. اول ما يشوف مقارنه يترعب، اول ما يشوف رسمه خلاص انا الدنيا قفلت في وشي. فانا مجمعه لك اصعب الرسومات واصعب المقارنات واصعب الرسومات البيانيه كلها في الملزمه دي اللي هي اسمها ملزمه فكر نفسك. فالرسومات اللي موجوده هنا بقى
ممكن تكون رسومات تراكميه، يعني حاجات مثلا من تانية ثانوي. اغلبيه الحاجات اللي بتكون موجوده في ثالثه بيكون انت، او تراكميه يعني بتكون من تانية ثانوي. حاجات بسيطه قوي من اولى ثانوي، مجمعه لك كل الرسومات مثلا اللي انا هحتاجها في الشرح. يعني خد بالك، هي مش رسومات مالكش علاقه بيها، لا ده دي مهمه وعليك. تمام. ده ملخص للدرس متجمع فيه اهم الرسومات. متجمع عليه في الكشكول ده رسومات مثلا ممكن تكون بره المنهج بس ليها علاقه بالمنهج بتاعك. اهم العلاقات البيانيه اللي كلكم بتتخضوا منها. اول ما تشوف علاقه بيانيه وهو ده لما يزيد ايه اللي هيقل والكلام ده، بتتخضوا منها جدا. فانا مجمعه لك كل ده في الكشكول ده. كمان هتلاقي موجود في الكشكول ده اسئله، غير الاسئله اللي موجوده في الواجب، غير الاسئله اللي موجوده في الشرح، غير الاسئله اللي موجوده في كتاب الواجب اصلا. فبعد كل جزء هنا برضو، يعني مثلا خلصنا الدعامه في النبات، هتلاقي في ملزمه تفكر نفسك اسئله تطبيقيه على الحاجات اللي موجوده فوقيها. مثلا خلصنا الدعامه في الانسان، هتلاقي تحتيها كام سؤال تطبيقي موجود على الدعامه في الانسان، وهكذا. فبالتالي انا حشر لك كده في النص اسئله كتير قوي قوي، بحيث ان انت تتدرب على السؤال ده وعلى السؤال ده وعلى السؤال ده. هتلاقي ده ليه فكره وده ليه فكره وده ليه فكره مختلفه. خد بالك الاسئله اللي موجوده في الشرح غير اللي موجوده في ملزمه تفكر نفسك، غير اللي موجوده في الواجب. فانا مش مكرره لك اسئله نهائي. كل الاسئله اللي موجوده عندك فهي مش اسئله سهله. يعني هتلاقي نفسك بتقف قدام السؤال كده وتفكر لك دقيقتين، فهو مش سؤال سهل نهائي. عارفين الأسئلة اللي بتتحل مباشر دي؟ لا، هي دي مش هتلاقيها موجودة أصلا في الكتب، ولا في الكتاب ده، ولا في كتاب التفوق، ولا في كتاب الشرح بتاعي، ولا في كتاب فكر نفسك، ولا في أي حاجة. هتلاقي كل الأسئلة مستوى التفكير بتاعها عالي وصعبة شوية علشان تتعود لي عليها من دلوقتي. فلما يقابلك السؤال سهل فهو سهل، هتحله بسرعة، مش هتحتاج إن أنت تفكر فيه كتير. فتتعود على طريقة الحل معايا، وتتعود إنك تشغل دماغك وتبدأ إن أنت تفكر في المعلومة كويس. طيب احنا كده ده نظام الكتب بتاعنا. طبعا الحل بقى الواجب الأساسي ده هيكون من كتاب التفوق. هحل معاك من كتاب التفوق الأسئلة والتدريبات. طب يا دكتور كتاب التفوق أقدر إن أنا ألاقيه فين؟ هتلاقيه في أي مكتبة جنبك. طب لو ما لقيتوش في مكتبة وعايز إن أنا أطلبه أونلاين، هتقدر إن أنت تطلبه أونلاين. ادخل كده على الفيسبوك واكتب كده كتاب التفوق وابعت لهم رسالة، وهم هيشحنوا لك الكتاب في أي مكان أنت فيه. فانت كده مفيش معاك اي مشكله. اهم حاجه انك تجيب لي كتاب التفوق. اهم حاجه لو انت مش هتقدر ان اشحن لك الكتب دي، هي طبعا هتكون موجوده اونلاين. الافضل ان هي تكون موجوده معاك، بس لو ما قدرتش ان انت تجيبها فهي هتكون متوفره معاك PDF تقدر ان انت تطبعه. وكمان اهم حاجه بالنسبه لي انك يكون معاك الكراسه دي، عشان انا عايزه اجمع لك فيها وتكون خاصه بالاحياء بس. يعني مش كشكول عندك فانت بتكتب فيه كذا ماده، لا هي دي بتاعه الاحياء بس. تمام. فهتلاقي مجمع فيها كل الملاحظات اللي انا حابه ان انت تكون كاتبها معايا من اول يوم في السنه. ماشي. هتلاقي كمان الديزاين بتاعها من جوه شكله حلو قوي، هيعجبك، هيحسسك انك دكتور كده ودي الروجيتا بتاعتك. طيب كده انت عرفت كل حاجه انا محتاجه اقولها لك عن النظام بتاعنا. فيلا بينا بقى، معلش لو طولت عليك بس انا قلت لك الكلام ده لازم تكون عارفه من اول يوم. سمي الله بقى كده ويلا بينا نبدأ في أول درس عندنا. يلا بينا يا حبايب قلبي نبدأ مع بعض أول محاضرة عندنا. المحاضرة الأولى يا دكتور بعنوان الدعامة في النبات. طب يا دكتور هو اسم الفصل كله إيه؟ اسمه الدعامة والحركة في الكائنات الحية. الدعامة ده نص الفصل، والحركة ده النص التاني. حلو قوي. يبقى أنا هبدأ في الدعامة الأول، نخلصها ندخل على الحركة. حلو جدا. طيب سمي الله بقى كده وابدأ معايا. أول حاجة، أول درس عندنا اسمه الدعامة في النبات. يبقى هنا الدعامة في الكائنات الحية، الدرس الأول اسمه الدعامة في النبات. حبايب قلبي، أنا عايزة أعرف الأول يعني إيه كلمة دعامة. كتير مننا بنسمع حد مثلا بيقول أنا والدي بيدعمني، والدتي بتدعمني. طب هو يعني إيه كلمة دعم أصلا؟ يعني حد بيكون مصدر القوة بالنسبة لك، حد تقدر إن أنت تسند عليه، يكون هو اللي بيشجعك، اللي بيدعمك دايما. فبالتالي هنا أنا قصدي بكلمة دعم إن هو حاجة قوية أو حاجة صلبة يقدر جسمك إن هو يتسند عليها. طب جيت قلت لك بقى هنا هو لو انا هتكلم عن الدعامة في الانسان، فانا هتكلم عن ايه؟ انهي جهاز في الانسان هتكلم عنه؟ هتقول لي اكتر حاجة صلبة وقوية موجودة في جسم الانسان هي العظام. الهيكل العظمي بتاعك هو اللي جسمك كله بيتسند عليه. فانت مثلا هتلاقي الجمجمة موجود جواها المخ، فالمخ هنا مين اللي بيحميه؟ الجمجمة.
مين اللي بيدي شكلك الخارجي؟ الهيكل العظمي. يعني هنا الراس مدورة علشان الجمجمة مدورة، ايدك واخدة المنظر ده عشان الهيكل العظمي من جوه واخد نفس المنظر ده. هتلاقي عظام رجلك اطول من عظام ايدك علشان او مثلا ايدك اطول من رجلك عموما علشان العظام اللي موجوده في رجلك اطول من اللي موجوده في ايدك. فبالتالي انت شكلك الخارجي بيتشكل على حسب الهيكل العظمي. طب اي كائن حي مثلا، قلت لك الاسد، الزرافه، الغزاله، هو شكلهم مختلف عن بعض ليه؟ عشان الهيكل العظمي. كل كائن حي فهو ليه هيكل عظمي مختلف عن التاني، هو ده اللي بيديله الشكل الخارجي. فانا كده عرفت لما اتكلم عن الدعامه في الانسان هتكلم عن جهاز كامل اسمه الجهاز الهيكلي. حلو قوي، اللي هو بقى زينهم هنجيبه معانا هنا، وهيبقى معانا برضو فايل هنا كده فيه كل الرسومات بتاعه الهيكل العظمي، نقدر ان احنا ندرس عليه الهيكل العظمي كامل. يبقى احنا كده اتكلمنا عن مثلا، او هنتكلم باذن الله في الدرس الثاني عن الدعامه في الانسان. طيب الدعامه في النبات بقى هنتكلم عن مين؟ هو النبات بيحتاج دعامه؟ طبعا لازم النبات يكون عنده دعامه. النبات عنده دعامه، الدعامه اللي عند النبات اسمها دعامه تركيبيه. تاني كده، الدعامه اللي في النبات اسمها دعامه تركيبيه. لحظه واحده يا دكتور، انا عايزه اعرف يعني ايه دعامه في النبات، وبعد كده عايزه اعرف يعني ايه كلمه دعامه تركيبيه. واحده واحده، انا بمشي معاك كل حاجه واحده واحده. كلمة دعامة في النبات يعني تراكيب معينة موجودة في النبات هتديله الشكل الخارجي بتاعه. طب معلش، هو ايه الشكل الخارجي بتاعه؟ ان هو يكون عنده الورقة، والورقة دي تكون مفتحة ما تكونش دبلانة. ان مثلا الشكل بتاع الورقة من بره يكون مثلا ملمس الورقة من بره يكون ناعم، بيكون بتتغطى بطبقة، مثلا الطبقة دي طبقة شمعية، علشان لما يقع اي شوية مية على النبات فالمية دي ما تقدرش ان هي مثلا تتراكم على النبات فتسبب وجود البكتيريا على النبات. فبالتالي هنا في تراكيب معينة موجودة في النبات هي اللي بتديله الشكل الخارجي. طب مثلا الشجرة بتكون من بره صلبة قوي كده وجامدة وناشفة، ده بيكون بسبب ان في تراكيب معينة موجودة فيها هي اللي بتديها الصلابة والقوة دي. فبالتالي اقدر اقول كل الحاجات اللي موجودة في النبات بتديها قوة وصلابة، دي اسمها دعامة. حلوة قوي. فبالتالي انا لما اجي النهاردة اتكلم عن التراكيب اللي بتعمل على دعم النبات، او ايه الحاجات اللي موجودة في النبات بتخلي ان هو عنده دعامة تركيبية، فانا النهارده يا دكتور هتكلم عن حاجات بتترسب في النبات، ماده اترسبت في النبات فخلت النبات صلب، خلت النبات قوي، يبقى دي كده اسمها الدعامه في النبات. حاجات هتدي للنبات شكله الخارجي، ان النبات ده مثلا من بره شكله خشب، ان مثلا النبات اللي هو الصغير زي النباتات العشبيه زي البقدونس والملوخيه بيكون الساق بتاعها لونها اخضر ومترسب عليه ماده اسمها ماده الكيوتين، ودي ماده شمعيه، فالماده دي ادت للنبات ده شكله المميز. فبالتالي كل نبات بيكون شكله مختلف عن التاني، النعناع مختلف عن الاشجار، مختلف عن النخل، فبالتالي هنا كل نبات برضو هيكون ليه شكل. فكل نبات عنده تراكيب معينه، التراكيب دي بتعمل على اكسابه شكله المميز، وكمان بتحميه، وكمان بتديله دعامه، او بتعمل على اكساب النبات القوه والصلابه. حلو جدا. طيب يبقى انا كده فهمت يعني ايه كلمه دعامه في النبات، ان انا هتكلم عن تراكيب هتدعم النبات. حلو قوي. طب يعني ايه كلمه بقى دعامه تركيبيه؟ كلمه دعامه تركيبيه دي يا دكتور يعني تراكيب معينه بتترسب في النبات بتعمل على اكساب النبات قوه وصلابه. بس كده. طيب هتكلم عنها بالتفصيل، بس خليني الأول أتكلم عن المقدمة دي الأول علشان تفتكر معايا كلمة خلية، كلمة نسيج. يعني أنا لما أبدأ في الدعامة التركيبية في النبات دلوقتي هتلاقيني بقول لك كتير كلمة خلية، هتلاقيني بقول لك كتير كلمة نسيج. ففي طالب ممكن يكون مش فاهم يعني إيه كلمة خلية أصلا، يعني إيه كلمة نسيج، يعني ايه كلمه جدار خلوي، يعني ايه كلمه غشاء بلازمي. فانا مش عايزه الدنيا تكون مبهمه بالنسبه لك، عايزاك تكون كل المصطلحات العلميه اللي هي اساسيه المفروض ان انت واخدها ممكن من اعدادي كمان تكون انت فاكرها معايا دلوقتي. فانا عايزه اقول لك المقدمه دي الاول، بعد كده نقول بقى الدعامه التركيبيه في النبات يعني ايه. اول حاجه عايزه ابدا لك بالمقدمه الصغيره دي. بقول لك جسم الانسان، انا هتكلم على الانسان وعشان افهم بس الاول اسم الخليه واسم انسجه. بقول لك جسم الانسان، لو قلت لك هو جسم الانسان بيتكون من ايه يا دكتور؟ هتقول لي جسم الانسان بيتكون من مجموعه من الاجهزه. طب قول لي مثال كده على جهاز موجود جوه جسمك. هتقول لي مثلا الجهاز الهضمي،
كلنا عارفينه، فم، بلعوم، مريء، معده، امعاء دقيقه، امعاء غليظه. ده كده كله اسمه جهاز. فانا لو قلت لك قول لي مثال على الجهاز موجود في جسم الانسان، هتقول لي الجهاز الهضمي. طب قول لي مثال على جهاز تاني، جهاز تنفسي، جهاز بولي، اي جهاز موجود في جسمك، الجهاز العصبي. فكل دي اجهزه بتتجمع مع بعضها علشان تدينا جسم الانسان. يبقى جسم الانسان دلوقتي اقدر اقول عليه يا دكتور ان هو بيتكون من مجموعه من الاجهزه، جهاز مع جهاز مع جهاز يدينا جسم الانسان. حلو قوي. طب هو الجهاز الواحد فقط، الجهاز الواحد فقط بيتكون من ايه؟ انا دلوقتي بفصص لك جسم الانسان لحد ما نوصل لاصغر حاجه، علشان كلمه خليه دي مهمه بالنسبه لي، وكلمه نسيج مهمه بالنسبه لي. ففي طلاب مش عارفه يعني ايه كلمه نسيج ولا كلمه خلايا، وايه الفرق بين انواع الخلايا. فانا عايزه اوصل لك للاثنين دول. تمام؟ فبجيب لك الموضوع من الاول. كده عرفت جسم الانسان بيتكون مجموعه من الاجهزه، زي الجهاز مثلا الهضمي. طب ركز لي على جهاز واحد بس في جسمك اللي هو الجهاز الهضمي. قول لي بيتكون من ايه؟ فم، بلعوم، مريء، معده، امعاء دقيقه، امعاء غليظه. معلش ممكن اسالك سؤال؟ هي المعده تعتبر ايه في الجهاز الهضمي؟ هتقول لي المعده دي عضو في الجهاز الهضمي. يبقى الجهاز الواحد بيتكون من مجموعه من الاعضاء اللي هي فم وبلعوم ومريء ومعده. يبقى المعده دي اقول عليها ايه؟ عضو. يبقى هنا الجهاز الواحد بيتكون من اعضاء. فانا هقول مثال على عضو في الجهاز الهضمي، هقول مثلا المعده. حلو، دي رسمه المعده اهي، كلنا عارفين شكلها من تانية ثانوي. طب المعده دي بتتكون من ايه؟ خلاص انا كده ركزت على المعده بس. هتقول لي هي عباره عن حته لحمه كده. تمام، اللحمه دي بتتكون من ايه؟ هقول لك هي عباره عن انسجه رفيعه كده، انسجه كتير قوي فضلت تتداخل مع بعض كده بالمنظر ده، راحت مديانا المعده. عباره عن مجموعه من ايه؟ الانسجه. عارف الخيوط؟ مش انا اما حد مثلا يجي يعمل تيشيرت ولا الطرحه دي، فبيجيبوا الخيوط يرصصوها جنب بعض كتير قوي كده، فتدينا في الاخر التيشيرت ولا القميص ولا الحاجات دي، صح؟ فانا بقول لك هنا المعده دي كانت عباره عن انسجه، خيوط رفيعه كتير قوي 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 قوي، عدد كبير جدا من الانسجه. الانسجه دي اتجمعت مع بعضها راحت مديانا المعده. فانا هنا اقدر اقول على العضو الواحد بيتكون من مجموعه من الانسجه. تاني كده، العضو الواحد بيتكون من مجموعه من الانسجه. يبقى انا كده عرفت ان المعده دي عضو، والعضو بيتكون من مجموعه من الانسجه. تمام. طب وبعدين يا دكتور هو النسيج، الخيط ده هو اكيد مش خيط قماش بقى. تمام، النسيج ده اللي انا بقول عليه كلمه نسيج بيبقى شكله عامل ازاي في جسم الانسان؟ النسيج الواحد، الخيط الواحد من دول، ماشي، الخيط الرفيع الواحد من دول اللي فضلوا يتداخلوا عشان يدونا العضو، بقول عن النسيج الواحد ده عبارة عن، شايف الكور اللي انا رسمتها جنب بعض دي؟ طبعا رسمته لك في الاول نسيج خيط اهو، تمام. بعد كده كاني كبرته لك شويه، النسيج بقى شكله عامل كده، كور صغيره جنب بعض كده. يعني ده ايه؟ مش فاهمه. بقول لك هنا النسيج ده بيكون عباره عن مجموعه من الخلايا جنب بعض، خليه جنبيها خليه جنبيها خليه جنبيها خليه، خلايا كتير قوي اترصصت جنب بعض راحت مديانا النسيج. تاني بقى كده، انا بقول لك المعده دي عضو. طب المعده اللي هي عضو في جسمك، اي، على فكره انا مش كلامي بينطبق على المعده بس، ده اي عضو في جسمك. العضو بيتكون من مجموعه من ايه؟ الانسجه. حلو، يبقى هنا العضو بيتكون مجموعه من الانسجه، الخيوط الرفيعه دي. طب الخيط الرفيع ده عباره عن ايه؟ خليه جنب خليه جنب خليه، خلايا كتير قوي جنب بعض. ايه ده؟ يعني حضرتك تعرف تقول لي تعريف النسيج؟ تعريف النسيج، قول لي كده تعريف النسيج. هو مجموعه من الخلايا. سهله، سهله جدا، سهله جدا. انا بقول لك دلوقتي اعرف لي النسيج. النسيج ده بيكون عباره عن ايه؟ هتقول لي هو عباره عن مجموعه من الخلايا بس. فانا لما اقول لك كلمه نسيج تبقى عارف ان انا بتكلم على مجموعه خلايا جنب بعض شكلهم عامل كده بس كده، ماشي. طبعا الانسجه مختلفه في النبات، في الانسان، في الحيوان، ففي انسجه كتير قوي مختلفه، بس انا عايزاك تبقى عارف يعني ايه كلمه نسيج اصلا. يبقى كلمه نسيج هو عباره عن مجموعه من الخلايا، خيوط رفيعه كده اسمها مجموعه من الخلايا. حلو قوي. طب الخليه الواحده بقى، الخليه الواحده دي بنسميها خلايا، والخلايا دي ليها اشكال مختلفه اهو. انا عايزه اعرف هي الخلايا بتختلف شكلها عن الانسان والنبات؟ اختلاف كبير جدا جدا.
بين الخلايا النباتيه والخلايا الحيوانيه. طب معلش يا دكتور وضحي لي اكتر. بقول لك هنا الخلايا دي اللي هي موجوده في النسيج بيختلف شكلها وبيختلف نوعها على حسب هي موجوده في انهي كائن حي. فاحنا هنا الخلايا بقول عليها ان هي ليها انواع. في خليه اسمها خليه نباتيه، دي موجوده في النباتات فقط. وفي خليه اسمها خليه حيوانيه. اهم حاجه ان الواحد ما يتفزلكش عشان ما يضيعش كل اللي هو عمله. بالظبط كده. تمام. بص بقى معايا، يبقى احنا دلوقتي عندنا خليه نباتيه وعندنا تاني خليه حيوانيه. حلو. طيب يا دكتور، هو الخلايا النباتيه ليها شكل والحيوانيه ليها شكل؟ النباتيه دي يعني في نباتات فقط. الحيوانيه دي موجوده في الحيوان، الخلايا اللي موجوده في الحيوان والخلايا اللي موجوده في الانسان. ايه ده؟ يعني انت لو قلتي لي كلمه خليه حيوانيه فانت قصدك ان هي موجوده في الانسان؟ يبقى كلمه خليه حيوانيه دي بتنطبق على الخلايا اللي موجوده في جسم الانسان وعلى الخلايا اللي موجوده في جسم الحيوانات. تمام كده؟ يبقى انواع الخلايا عندك يا اما خليه نباتيه او حيوانيه. ارجع تاني لكلمه نسيج. هو النسيج عباره عن ايه؟ مجموعه من الخلايا. تمام. الخلايا بقى في عندي منها نوعين، يا اما خلايا نباتيه او حيوانيه في الكائنات الحيه كلها. عايز اعرف بقى شكل الخليه النباتيه وشكل الخليه الحيوانيه. سريعا كده، الخلايا النباتيه ده المنظر بتاعها، ودي شكل الخلايا الحيوانيه. بص كده معايا ولاحظ الفرق الواضح جدا بين الخليه دي والخليه دي اهو. اي خليه في الدنيا، اي خليه حيه في الدنيا، اي خليه حيه يعني عايشه في الدنيا فلازم يكون عندها نواه. يبقى الخليه دي عندها نواه والخليه دي عندها نواه، ما الاثنين خليه حيه. دي خليه عندها نواه ودي خليه عندها نواه. تمام. دي خليه نباتيه ودي خليه حيوانيه. ماشي، ايه الفرق ما بينهم؟ اول حاجه لاحظتها من الرسمه ان شكل الخليه النباتيه بتكون واخده شكل مضلع شويه. تمام اهو. طبعا الخلايا مش بتترسم شارب، يعني انا مش برسم الخط شارب قوي كده. ما ينفعش ارسم مثلا خليه واخده شكل مثلث كده من فوق، غلط. يعني ده مش بيكون موجود اصلا في اي كائن حي. فانا بقول لك هي الخلايا مضلعه شويه. تمام اهو، فيها تضليعه كده. لكن الخلايا النباتيه تحس ان هي فيها تضليعه شويه كده، لكن الخلايا الحيوانيه فتقريبا شكلها بيكون بيضاوي، بتكون مربعه مستطيله. يبقى ده شكل الخلايا الحيوانيه. تمام. طيب بعد كده، ايه الفرق الواضح قوي بين الاتنين؟ والله يا دكتور انا لاحظت ان في الخلايا النباتيه عندها، بص معايا كده، لاحظت في الخلايا النباتيه ان هي عندها ده غشاء، وعندها كمان رسمت جوه غشاء كمان. لكن في الخلايا الحيوانيه حضرتك رسمتي غشاء واحد بس. حلو. ده فرق مهم قوي 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 بين الخلايا النباتيه وبين الخلايا الحيوانيه. يعني الخلايا النباتيه بيكون عندها النواه. طب ايه الميه اللي بتكون موجوده جوه الخليه؟ هتقولي السيتوبلازم، كلنا عارفينها. يبقى نواه وسيتوبلازم، دي الميه اللي موجوده جوه الخليه. حلو جدا. طيب ايه اول غشاء، اسم اول غشاء بيحيط بالسيتوبلازم؟ تاني اسم اول غشاء بيحيط بالسيتوبلازم اسمه غشاء بلازمي، جاي من اسمه. يبقى السيتوبلازم اول غشاء بيحيط بيه اسمه غشاء بلازمي. تمام. طيب دي برضو الخلايا النباتيه عندها نواه وعندها يا دكتور سيتوبلازم. اول غشاء بيحيط بالسيتوبلازم اسمه ايه؟ هتقولي غشاء بلازمي برضو اهو. يبقى كده في حاجه مشتركه بين الاثنين. دي عندها غشاء بلازمي اول غشاء بعد السيتوبلازم، ودي عندها غشاء بلازمي. تعال على الخلايا النباتيه. الخلايا النباتيه يا دكتور انا لاحظت حاجه واضحه قوي قوي فيها، ان هي عندها غشاء كمان بعد الغشاء البلازمي. بص معايا كده، عندها غشاء اهو، خلاص الغشاء البلازمي اللي حوالين السيتوبلازم، في غشاء كمان بعديه. اسمه ايه الغشاء ده بقى؟ اسمه جدار خلوي. مهم قوي بالنسبه لي ده. اسمعني كده، بص كده يا دكتور اهو. يبقى الخلايا النباتيه عندها غشاء بلازمي اول غشاء بعد السيتوبلازم، وبعد الغشاء البلازمي في غشاء كمان وراه. اسمه ايه؟ اسمه جدار خلوي. خد بالك منه قوي، اسمه جدار خلوي. طب اسالك سؤال يا دكتوره، هو الجدار الخلوي ده موجود في الخلايا الحيوانيه؟ لا، استحاله.
بقول لك استحاله الجدار الخلوي يكون موجود في الخلايا الحيوانيه. يبقى كده انا اتاكدت ان اي خليه نباتيه فهي هيكون عندها جدار خلوي، اي خليه حيوانيه فهي هيكون عندها غشاء بلازمي فقط. حلو قوي. يبقى النباتيه غشاء بلازمي فقط، الحيوانيه سوري غشاء بلازمي فقط، النباتيه عندها غشاء بلازمي وعندها كمان جدار خلوي. يبقى الجدار الخلوي ده حاجه بتميز الخلايا النباتيه فقط. جيت قلت لك هو الجدار الخلوي موجود فين؟ في نباتيه بس. سهله سهله جدا. طيب ايه تركيب الجدار الخلوي ده؟ اسمع معايا كده بعد اذنك. الجدار الخلوي ده بيتركب بصورة أساسية من مادة السليلوز. اكتبها لك بخط واضح اهو. الجدار الخلوي بيتركب بصورة أساسية من مادة السليلوز. تقريبا يا دكتور انت سمعت الاسم ده قبل كده في أولى ثانوي وفي تانية برضه. ايه السليلوز ده يا دكتور؟ ده سكر معقد. ثانية واحدة كده حبايب قلبي، اي حاجه فهي بتتركب من مواد. حلو. فانا بقول لك هو تركيب الجدار مهم قوي بالنسبه لي. الجدار الخلوي ده تركيب الجدار الخلوي بيتركب من ايه؟ ايه المواد الكيميائيه الموجوده فيه؟ هتقول لي الجدار الخلوي بيتركب من ماده السليلوز. حلو. ايه السليلوز ده؟ سكر معقد. يا دكتور انا في اولى ثانوي كنت خدت ان في حاجه اسمها سكريات بسيطه وفي حاجه اسمها سكريات معقده. السكريات البسيطه دي كانت حاجه زي الجلوكوز، ايوه هتفتكر الاسماء معايا اهو، جلوكوز، فركتوز، لاكتوز، مالتوز، كل الحاجات دي اسمها سكريات بسيطه. طب السكريات المعقده دي بتكون سكر برضو بس بيكون عباره عن جزيئات كتير جدا. معلش قولي لي اشهر سكر بسيط، سكريات بسيطه، اشهر سكر بسيط هو سكر الجلوكوز. دايما بنسمع كلمه جلوكوز كتير قوي، فالجلوكوز ده بنقول عليه ايه؟ هو سكر. حلو، سكر بسيط. طيب انا بقول لك بقى السليلوز ده عباره عن سكر معقد، فانت هتقول لي هو عباره عن جزيئات كتير جدا جدا من الجلوكوز. مش انت بتقولي الجلوكوز ده هو اصغر حاجه في السكريات البسيطه؟ فالجلوكوز ده بيكون عباره لما يتجمع جلوكوز كتير قوي مع بعض يدينا السليلوز. بس كده بكل بساطه عايزه اقول لك ان السكر المعقد ده عباره عن كتير قوي، جزيئات كتير قوي قوي من الجلوكوز. يبقى هنا عرفت يعني ايه كلمه سليلوز، والسليلوز ده بقول عليه ان هو سكر ايه؟ معقد. فده عباره عن جزيئات كتير من الجلوكوز. بس كده سهله سهله. اساسيات انت درستها في اولى تمام، وحاجات خدتها في تانية. فانا لازم كل الكلام ده اكون عارفه، لازم اكون عارفه الفرق بين الخلايا النباتيه والخلايا الحيوانيه. حاجه كمان يا دكتور بتميز الخلايا النباتيه ايه بقى؟ لقينا عند الخلايا النباتيه دي حاجه اسمها بلاستيدات خضراء. اهو هتلاقي عندها عضيات صغيره كده اسمها بلاستيدات خضراء. هي البلاستيدات الخضراء دي فايدتها ان هي بتعمل ايه؟ شاطر، بناء ضوئي. هي البلاستيدات الخضراء دي ممكن الاقيها في الخلايا الحيوانيه عند الحيوان او الانسان؟ استحاله. النبات الوحيد هو اللي عنده بلاستيدات خضراء اللي بتديله اللون الاخضر اللي فيها صبغه الكلوروفيل اللي مسؤول عن عمليه البناء الضوئي. النبات محدش بياكله، فالنبات بيعمل عمليه بناء ضوئي ان هو بيغذي نفسه بنفسه. تمام. يبقى النبات عنده حاجه اسمها بلاستيدات خضراء المسؤول عن عمليه البناء الضوئي. لكن انت بتعمل بناء ضوئي، هو انت لونك اخضر؟ استحاله. تمام. فبالتالي هنا الانسان والحيوان ما عندهمش بلاستيدات خضراء، لكن البلاستيدات الخضراء موجوده فقط في النباتات. حلو جدا. طيب يبقى انا كده عرفت الفرق بين الخلايا النباتيه. سريعا كده نقولهم مع بعض. اول حاجه الخلايا النباتيه بتتميز ان هي عندها غشاء بلازمي وجدار خلوي. عندها كمان حاجه بتميزها اللي هي البلاستيدات الخضراء. الخلايا الحيوانيه بتكون شكلها مدور او بيضاوي او ليها اشكال مختلفه بس ما بتكونش مضلعه زي الخلايا النباتيه. حاجه كمان ان هي عندها غشاء بلازمي فقط وما عندهاش بلاستيدات خضراء. يبقى انا لو قدامي خليتين اقدر اقول الخليه دي خليه نباتيه ولا خليه حيوانيه بكل بساطه. تمام. طيب تعالى ننقل على الجزء اللي بعده. كده انا قلت لك كل حاجه انا محتاجه ان انا اقولها لك. عايزاك بس لما اسالك يعني ايه نسيج تقول لي هو مجموعه من الخلايا
لما اسالك ايه هو الجدار الخلوي، فالجدار الخلوي ده موجود في الخلايا النباتيه، مكانه بعد الغشاء البلازمي، بيتركب من ماده السليلوز. السليلوز ده اسمه سكر معقد. السكر المعقد ده عباره عن جزيئات كتيره قوي من الجلوكوز. تمام. طيب انا كده يعتبر قلت لك المقدمه اللي انا عايزه اقولها لك. تعالى كده نقول الجزء اللي بعده. يبقى انت كده يا دكتور دلوقتي عرفت يعني ايه كلمه نسيج. حلو قوي. يعني ايه كلمه نسيج؟ عباره عن مجموعه من الخلايا. حلو قوي. طيب انا دلوقتي بقى هتكلم عن الدعامه. هنبدا في الدرس الجديد بتاعنا الدعامه في النبات. فانا بقول لك هنا الدعامه في النبات بتتمثل في دعامه اسمها ايه؟ اسمها الدعامه التركيبيه. يبقى الدعامه في النبات هي دعامه تركيبيه بس. حتى السنين اللي فاتت كان عندهم نوعين من الدعامه، مش هقولهم لك عشان ما تتلخبطش. فكان في دعامه كذا ودعامه تركيبيه. انت بقى عندك السنه دي الدعامه التركيبيه بس. يبقى هنا النبات عنده دعامه اسمها دعامه ايه؟ تركيبيه. يعني ايه كلمه دعامه تركيبيه؟ دي دعامه هقول لك التعريف خليك فاكره، وبعد كده لما اخلص شرح الجزء ده هنرجع له تاني. هي دعامه بتعتمد على ترسيب مواد في النبات. المواد دي لما بتترسب في النبات تعمل على اكساب النبات قوه وصلابه، بتدي النبات شكله المميز، بتدعمه. بس كده. يبقى انا مجرد ما اقول لك في ماده معينه اترسبت في النبات، فاقول لي النبات ده عنده دعامه تركيبيه، النسيج ده عنده دعامه تركيبيه. ايه ده يا دكتور؟ يعني هو في ممكن انسجه في النبات ما يكونش عندها مواد مترسبه؟ في ممكن خلايا في النبات او انسجه في النبات ما يكونش عندها اي مواد مترسبه، فبالتالي هي ما عندهاش دعامه تركيبيه. يبقى مجرد ما اقول لك ده يا دكتور النسيج ده مترسب فيه ماده كذا، يبقى النسيج ده عنده دعامه تركيبيه بس، بكل بساطه. تمام. طيب تعالى كده نشوف مع بعض الاول الانسجه النباتيه كلها، بعد كده نرجع تاني للتعريف بتاعنا اللي هو الدعامه التركيبيه. عايزه الاول اعرفك ايه انواع الانسجه النباتيه كلها. طالما انت هتدرس النبات وهتدرس الانسجه النباتيه، فانت لازم تكون عارف لي كل الحاجات دي. الانسجه النباتيه يا دكتور كلها بنقسمها لنوعين، يا اما نسيج بسيط او نسيج مركب. تاني كده، يا اما نسيج بسيط او نسيج مركب. محدش بقى يتوه مني. انت عارف دلوقتي يعني ايه كلمه نسيج؟ النسيج عباره عن مجموعه خلايا. يبقى النسيج عباره عن مجموعه خلايا. حتى لو انت رميت عينك هنا كده هتلاقيني ان انا رسمه لك خلايا جنب بعض، خلايا جنب بعض، خلايا جنب بعض. فالنسيج بيبقى عباره عن مجموعه من الخلايا. حلو قوي. طيب اول نوع اللي هي الانسجه البسيطه. الانسجه البسيطه في النبات 3 انواع: نسيج بارنشيمي، كولانشيمي، سكالرانشيمي. تاني قول معايا الاسماء كده: نسيج بارنشيمي، كولانشيمي، سكالرانشيمي. يبقى دي 3 انواع انسجه بسيطه موجوده في النبات. طيب انتي قلتي لي يعني ايه كلمه نسيج، بس ما قلتليش يعني ايه كلمه نسيج بسيط. هوضحها لك برضو. كلمه نسيج بسيط يعني بيتكون من نوع واحد من الخلايا، يعني شكل واحد. قصدي اقول لك ان هو شكل واحد. يعني مثلا لقيت النسيج البارنشيمي هنا، الخلايا كلها نفس الشكل. لقيت النسيج الكولانشيمي الخلايا كلها نفس الشكل. لقيت مثلا النسيج السكالرانشيمي الخلايا الحجريه فيه كلها نفس الشكل، الخلايا دي فيه كلها نفس الشكل، وهكذا. يبقى كلمه نسيج بسيط يعني بيتكون من نوع واحد فقط من الخلايا، فالنوع ده ليه شكل مميز بيميزه هو بس. تمام. فمثلا مش ممكن في البارانشيمي ده الاقي خلايا شكلها مدور كده وخلايا شكلها مضلع جنبه، لا استحاله. ده نسيج بسيط يعني في نوع واحد فقط من الخلايا. يبقى نمسح دي كده، هو عنده نوع واحد فقط من الخلايا. يبقى كلمة نسيج بسيط بيحتوي على نوع واحد فقط من الخلايا. طب تعالى الناحية التانية عشان ما ننساهاش. نسيج مركب. كلمة بقى نسيج مركب هنا يعني عنده عدة أنواع من الخلايا. فهقول لك النسيج المركب مثال عليه خشب ولحاء. الخشب ده هلاقي فيه أوعية وقصيبات، فبالتالي هنا أنا لقيت أكتر من خلايا، أكتر من نوعين من الخلايا. تمام. فبالتالي هنا في عندي أوعية، الأوعية دي ليها شكل، القصيبات ليها شكل، بس الاتنين بيتجمعوا في نسيج الخشب، فعشان كده سميت النسيج الخشب ده نسيج مركب. ده بكل بساطة الفرق بين كلمة نسيج بسيط ونسيج مركب. طب تعالى بقى على الأنسجة البسيطة نخلصها كلها، بعد كده نشوف الأنسجة المركبة. خد بالك هو الدرس كله بيتلخص في الكلمتين دول، فمجرد ان انت فهمت الحتة دي خلاص انت فهمت باقي الدرس كله. اول حاجة هنا يا شباب النسيج البسيط، اول مثال عليه هو النسيج بارنشيمي. شكل الخلايا بتاعت النسيج البارنشيمي ده عاملة ازاي؟ لقيت ده شكلها.
الخلايا تقريبا مستديرة، تمام. عندها نواة، عندها فجوة عصارية عادي جدا. تركيب الخلية العادي جدا. طيب معلش، هو أول حاجة أنت لاحظتها في الشكل ده في النسيج البارنشيمي يا دكتور، هي الخلايا هنا حية ولا غير حية؟ مجرد ما شفت النواة أقول عليها خلايا حية. تاني، مجرد ما شفت النواة أقول عليها إيه؟ خلايا حية. يبقى أنا عندي النسيج البارنشيمي في خلايا حية. حلو جدا، عندها نواة، تمام. أي خلية عندها نواة فهي خلية حية. أي خلية ما عندهاش نواة فهي خلية غير حية أو ميتة. دي حاجات أساسية لازم تكون عارفها، تمام. طيب ايه كمان انت ملاحظه في شكل النسيج البارنشيمي؟ والله يا دكتور انا شايف ان الخلايا مش لازقه في بعض، شايف ان الخلايا في ما بينهم وبين بعض مسافات، اهو في مسافه بين الخليه دي والخليه دي. فهنا بقدر اقول على النسيج البارنشيمي ان هو بيحتوي على مسافات بينيه. ايه فايدتها المسافات البينيه دي؟ بقول لك لتهويه النبات. لازم النبات يكون عنده تهوية. ففي بعض الأنسجة في النبات بتكون أنسجة بارنشيمية. الأنسجة البارنشيمية دي بتتميز إن هي عندها مسافات بينية، فالمسافات البينية دي للتهوية. سهلة جدا، مفيهاش أي حاجة، بسيطة جدا جدا جدا. قولي أول نوع اسمه نسيج بارنشيمي، يحتوي على مسافات بينية، فايدتها للتهوية. قولي هو خلايا حية ولا غير حية؟ خلايا حية. يبقى أنا كده تقريبا عرفت كل حاجة عن النسيج البارنشيمي. طب معلش بقى أسألك سؤال، هو هنا أنا لما جيت شرحت النسيج البارنشيمي، أنا خلصته على فكرة خلاص، لما جيت شرحت النسيج البارنشيمي قلت لك هو في أي مادة بتترسب في النسيج البارنشيمي؟ قلت لك في أي حاجة اترسبت هنا؟ هتقولي لأ، ما فيش أي حاجة اترسبت، صح كده؟ فطالما أنا ما قلتلكش حاجة اترسبت، فأسألك بقى السؤال اللي أنا عايزة أسأله، هو النسيج البارنشيمي عنده دعامة تركيبية ولا ما عندوش؟ هتقولي لو انت رسماه بالمنظر ده فهو كده ما عندوش دعامه تركيبيه. طالما انا ما قلتش في حاجه اترسبت، في ماده معينه اترسبت، لا، طالما ما فيش ماده اترسبت يبقى النسيج البارنشيمي اللي انا رسماه بالمنظر ده لا يحتوي على دعامه تركيبيه. سهله، تمام. طب انقل على النسيج اللي بعده. النسيج الثاني اسمه نسيج كولانشيمي. عايزه اعرف ايه الفرق ما بينه وما بين ده. لقيت اول حاجه هنا الخلايا عندها نواه. النسيج الكولانشيمي الخلايا بتاعته عندها نواه. بسرعه هكتب جنبها ان هي خلايا ايه؟ حيه. يبقى الخلايا دي خلايا حيه. حلو. الخلايا الحيه دي يا دكتور عندها مسافات بينيه ولا ما عندهاش؟ اصبر عليا. لقينا ان هي خلايا حيه عندها نواه وعندها نفس الفجوه العصاريه عادي جدا، تقريبا شكلها شبه البارنشيمي بالظبط. بس بص الاختلاف هنا، انا ظللت لك المسافات اللي موجوده بين الخليه دي والخليه دي. ايه ده بقى؟ هو هنا المسافه اللي بين الخلايا فاضيه ولا فيها ماده؟ لا فيها ماده، انا رسبت لك فيها ماده اهو. يبقى هنا في حاجه اترسبت في النبات، في حاجه اترسبت بين الخلايا. طب اسم الماده اللي اترسبت بين الخلايا؟ هقول لك يا دكتور الماده اللي اترسبت بين الخلايا هنا اسمها ماده السليلوز. ايه ده؟ لحظه، مش انتي لسه قايله لي دلوقتي من شويه ان اي خليه نباتيه فالجدار الخلوي بتاعها ده اساسا الجدار الخلوي الاساسي ده فيه سليلوز؟ ده تركيبه الاساسي. يبقى اي خليه سواء البارنشيمي سواء الكولانشيمي سواء اي خليه نباتيه فتركيب الجدار الخلوي بتاعها الاساسي فهو فيه سليلوز، تمام. يبقى ده تركيبه اصلا، عشان يكون فيه جدار خلوي فلازم يكون فيه سليلوز. حلو. انا بقول لك بقى بالاضافه للسليلوز اللي موجود في الجدار في سليلوز اترسب بين الخلايا. عرفت السؤال اللي انا عايزه اساله لك صح؟ قول لي بقى، هو النسيج الكولانشيمي فيه دعامه تركيبيه ولا ما فيهوش؟ هتقول لي فيه دعامه تركيبيه طبعا. اشمعنى يا دكتور؟ والله انا هنا لقيت ان في ماده اترسبت، الماده دي اسمها ماده السليلوز. مجرد ان في ماده اترسبت هقول ان النسيج الكولانشيمي، اي نسيج كولانشيمي يقابلني سواء بقى في جذر في ساق في اوراق، اي نسيج كولانشيمي هيقابلني فهو بيحتوي على دعامه تركيبيه. مجرد ما اقول لك في ماده معينه اترسبت في خلايا النبات على الجدار من الخارج على الجدار من الداخل، فاقول هنا ان النبات ده او النسيج ده عنده دعامه تركيبيه، تمام. طيب عشان عارفه ان في حد هيعوز يسال دلوقتي هيقول لي يعني السليلوز اللي مترسب ده مترسب بالاضافه للسليلوز اللي موجود في الجدار؟ يبقى ده حاجه
وده حاجه تانية، هما الاتنين سليلوز، بس السليلوز الجدار الخلوي بالاضافه ليه بين الخلايا موجود ماده السليلوز هي كمان. تمام، يبقى في ترسيب زياده عن النسيج البارنشيمي. يبقى النسيج البارنشيمي كان فيه مسافات بينيه، ومسافات البينيه دي فاضيه للتهويه، لكن النسيج الكولانشيمي مترسب بين الخلايا ماده السليلوز. حلو جدا. طيب ينفع اسالك سؤال؟ هو الترسيب بتاع ماده السليلوز هنا كان خارج الخليه ولا داخل الخليه؟ تاني كده ركز معايا، ترسيب مادة السليلوز في النسيج الكولانشيمي كان خارج الخلية ولا داخل الخلية؟ يا دكتور هو حضرتك قلتي دلوقتي الترسيب بين الخلايا، فبين الخلايا ده معناها ان الترسيب خارج الخلية. تمام، ما رسبتش انا المادة دي جوه الخلية، ما رسمتهاش هنا، لا انا رسمتها خارج الخلية. يبقى هنا السليلوز موجود بين الخلايا او اقول خارج الخلية، هي لو لقيت الكلمة دي صح، لو لقيت الكلمة دي صح. طيب تعالى بقى للسؤال اللي انا عايزة اسأله لك، اهم من السؤالين اللي فاتوا. هو يا دكتور مين نسيج قوي اكتر وصلب اكتر؟ النسيج البارنشيمي هو اللي قوي اكتر وصلب اكتر، ولا النسيج الكولانشيمي هو اللي قوي اكتر وصلب اكتر؟ هتقولي اكيد اللي مترسب فيه السليلوز. ده هنا كانت الخلايا في ما بينها وما بين بعض مسافات وفاضيه، تمام، لكن مجرد ما في ماده اترسبت هنا الخلايا بقت صلبه اكتر. ايه ده؟ يعني النبات اكتسب ايه؟ برافو عليك، النبات اكتسب ايه؟ دعامه. كل ما المواد تترسب اكتر كل ما النبات يكتسب دعامه اكتر. كده انت تقريبا فهمتني. يبقى فهمت يعني ايه كلمه دعامه تركيبيه. كلمه دعامه تركيبيه هي دعامه بتعتمد على ترسيب مواد في الجدار الخلوي، على الجدار من الخارج او على الجدار من الداخل، عشان هيقابلنا حاجات من الداخل. تمام، يبقى هي دعامه بتعتمد على ترسيب مواد. اي ماده تترسب، خد بالك بقى، كل ما المواد تترسب اكتر كل ما النبات هيكون صلب اكتر. فهمتني كده؟ يبقى مثلا قلت لك نبات عنده مترسب فيه ماده سليلوز وماده لجنين، ونبات تاني مترسب فيه سليلوز بس، مين اقوى؟ اللي فيه سليلوز ولجنين. فاهمني كده؟ يبقى كل ما المواد تترسب اكتر في النبات كل ما اقول على النبات ده ان هو صلب وقوي اكتر. حلو قوي. يبقى انا هنا النسيج الكولانشيمي عرفت ان هو نسيج عنده صلابه شويه اكتر من النسيج البارنشيمي. طيب عايزه مثال على انسجه بارنشيميه وعايزه مثال على انسجه كولانشيميه. والله يا دكتور مثال على نسيج بارنشيمي ممكن اقول الانسجه بتاعه البطاطس، هي طريه ولا حاجه صلبه؟ هتقولي لا هي انسجه طريه عادي، يعني مثلا مش بنلاقي مثلا الانسجه بتاعه البطاطس دي حاجه صلبه، لا هي بتكون حاجه طريه عادي. فبقول هنا على النسيج البارنشيمي ان هو نسيج مرن. تمام. طيب بعد كده عندنا النسيج الكولانشيمي مترسب فيه ماده السليلوز، صلب اكتر من النسيج البارنشيمي. طب اقول على مثال على النسيج الكولانشيمي ده، اديني مثال على النسيج الكولانشيمي. هقول لك ساق النباتات العشبيه. ايه النباتات العشبيه دي؟ اي ساق لونها اخضر صغيره، زي الملوخيه، زي البقدونس، زي الجرجير، زي الكزبره، زي النعناع. كل السيقان بتاعت النبات. عارف ايه الساق الاول ولا مش عارف؟ مثلا النعناع، في عود النعناع اهو، وفي الورقه بتاعت النعناع مثلا كده اهو، ده عود النعناع اهو، ودي الورقه. فده كده بقول عليه الساق، ودي الورقه. تمام. النسيج الكولانشيمي موجود فين؟ موجود في الساق، لان الساق بتلاقيها مستقيمه كده وماسكه نفسها شويه علشان اما ترسب بين الخلايا ماده السليلوز. طب الورقه هتكون فيها الاكتر نسيج ايه؟ نسيج بارنشيمي. فهمنا كده؟ يبقى خد بالك هنا ان الورقه هتلاقي معظم الخلايا اللي فيها نسيج بارنشيمي. الساق عشان هي صلبه شويه وماسكه نفسها شويه فهتلاقي ان النسيج الموجود فيها فهو نسيج كولانشيمي. حلو جدا. يبقى انت كده عرفت لو هو نسيج لين فهو نسيج بارنشيمي. نسيج ماسك نفسه شويه فده نسيج كولانشيمي. طب هو خد بالك الساق بتاعت النباتات العشبيه اللي هي زي النعناع والبقدونس والحاجات دي هي اوكي صلبه تمام، بس فيها نسبه مرونه. يعني ايه؟ يعني انا لو جبت الساق بتاعت الملوخيه دي وبدات ان انا اتنيها كده هتتني معايا عادي جدا، مش حاجه صلبه اللي هي زي العظام. فاهمني؟ يبقى هنا هقدر اقول على النسيج الكولانشيمي ان هو صلب ومرن. بيتميز قوي 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 النسيج الكولانشيمي ان هو صلب ومرن.
اقدر ان انا احركه بسهوله، ومثلا ما اقدرش ما اقولش مثلا على الساق هنا ان هي اتكسرت معايا زي العظام كده حاجه بتتكسر، لا هو صلب ومرن في نفس الوقت، ان انا لو تنيت الحاجه كده هتتني معايا. لكن هنا النسيج البارنشيمي فهو نسيج لين لين. تمام. طيب تعالى بقى على النسيج السكالرانشيمي، هتلاقيه صلب اكتر منه. معلش اقول لك على حاجه، البارنشيمي عنده دعامه تركيبيه؟ لا. لو انا رسمه بالمنظر ده، عشان خد بالك في حاجه تانية، لو انا رسمه النسيج البارنشيمي بالمنظر ده في مسافات بينيه ومفيش اي مواد مترسبه، فقول لي النسيج البارنشيمي اللي انت رسماه ده ما عندوش دعامه تركيبيه. طب النسيج الكولانشيمي في ماده السليلوز بين الخلايا عنده دعامه تركيبيه؟ طبعا، طالما مجرد ما قلت في ماده اترسبت فدي فيها دعامه تركيبيه. طب النسيج السكالرانشيمي بقى، لقينا النسيج السكالرانشيمي في منه نوعين، خلايا حجريه والياف. بص كده على منظر الخلايا وقول لي اول حاجه لاحظتها. شوف شكل الخلايا الحجريه الاول، سموها كده علشان هي واخده شكل الحجر كده، ودي الياف علشان هي واخده شكل الالياف طويله كده ومسحوبه. يعني عايزه اقول لك النسيج السكالرانشيمي ده فيه منه شكلين بس، دي اسمها خلايا حجريه ودي اسمها الياف، مش اكتر ولا اقل. لكن دي سكالرانشيمي ودي سكالرانشيمي برضو، هي شكل الخلايا الحجريه. اول حاجه لاحظتها لما عيني جت على الرسمه دي، لقيت ان مفيش نواه. ايه ده؟ يعني اقول عليها خلايا ايه؟ خلايا غير حيه. حلوه دي، خلايا غير حيه. الكولانشيمي حي، البارانشيمي حي، السكالرانشيمي فهي خلايا غير حيه، يبقى دي غير حيه ودي كمان غير حيه. حلو جدا. طب وبعدين ايه حاجه كمان لاحظتها في شكل النسيج السكالرانشيمي؟ والله يا دكتور انا لاحظت هنا في النسيج السكالرانشيمي ان الخلايا تحس ان هي مضلعه قوي. حلو. وايه كمان؟ في مواد كتير قوي لقيناها مترسبه من هنا من جوه في الداخل. تاخد بالك الترسيب هنا كان فين؟ كان في الداخل. ركز معايا الله يكرمك كويس قوي، عشان الحاجات دي هتسهل عليك الدرس جدا جدا جدا. طيب تاني، الخلايا النسيج السكالرانشيمي مترسب في الداخل مواد كتير قوي، ده اكتر كمان من النسيج الكولانشيمي. طب لقينا ايه المواد اللي مترسبه هنا؟ لقينا مترسب في الداخل ماده السليلوز زائد، اوعى تنساها بقى، الليجنين. كم ماده هنا؟ 2. مترسب مادتين في النسيج السكالرانشيمي. فخد بالك يا دكتور ان النسيج السكالرانشيمي اقدر اقول عليه، النسيج السكالرانشيمي ده اقدر اقول عليه ان هو صلب اكتر من، برافو عليك، الكولانشيمي. يبقى تاني خد بالك، النسيج السكالرانشيمي مترسب فيه سليلوز وليجنين. حلو. فالسليلوز والليجنين دول مادتين، لكن الكولانشيمي فيه مترسب فيه ماده واحده، فبالتالي بقدر اقول عن النسيج السكالرانشيمي ان هو صلب اكتر من الكولانشيمي. دي خلايا اصلا غير حيه ودي خلايا حيه، فبالتالي كل ما زاد الترسيب كل ما زادت القوه والصلابه. عارف السؤال اللي انا عايزه اساله لك؟ ايوه، هو النسيج السكالرانشيمي عنده دعامه تركيبيه ولا ما عندوش؟ هتقول لي طبعا عنده دعامه تركيبيه، ده اترسب فيه ماده السليلوز وترسب فيه ماده الليجنين، فبالتالي اقدر اقول عن النسيج الكولانشيمي ان هو عنده دعامه تركيبيه. النسيج السكالرانشيمي بيكون صلب جدا جدا جدا، صلب جدا جدا جدا. صلب ومرن؟ لا، صلب بس. يبقى هنا النسيج الكولانشيمي بيتميز ان هو صلب ومرن. السكالرانشيمي صلب، ما اقدرش اقول عليه ان هو فيه مرونه. تمام. طب اديني مثال على نسيج سكالرانشيمي عشان افهم الدنيا اكتر. النسيج السكالرانشيمي موجود في النبات. عارف اي فاكهه انت بتاكلها بيكون موجود جواها بذره، البذره اللي موجوده جواها دي بتكون صلبه ولا بتكون طريه؟ بتكون صلبه جدا. يعني مثلا الخوخ موجود جواه بذره، البذره اللي موجوده جوه الخوخ لو مسكتها كده هتلاقيها صلبه جدا جدا جدا. البذره دي الجزء الصلب بتاعها ده نسيج سكالرانشيمي، نسيج غير حي. تمام. طب مثال كمان، المكسرات، البندق، اللوز، الحاجات المكسرات كلها الغلاف الخارجي بتاعها ده بيكون صلب جدا، صح كده؟ فلازم تكسر القشره الصلبه دي، بعد كده تبدا ان انت تاخد البندق، تبدا ان انت تاخد اللوز. فبالتالي كل القشره اللي حوالين المكسرات دي صلبه قوي، فبالتالي اقدر اقول عليها ان هي نسيج سكالرانشيمي. الكمثرى بتلاقيها ان هي صلبه قوي، فالكمثرى صلبه قوي كده، فبالتالي يا دكتور هي عندها نسيج سكالرانشيمي.
اي حاجه في النبات هتلاقيها ان هي صلبه جدا جدا جدا، فهي عندها نسيج سكلرنشيمي. حلو قوي. يبقى انا كده دلوقتي عرفت افرق بين النسيج السكلرنشيمي والكولانشيمي والبارانشيمي. هنا في كام ماده مترسبه؟ 2، سليلوز ولجنين، اوعى تنساها. طبعا ماده السليلوز هي موجوده في الجدار الخلوي، تمام، ومترسب سليلوز بالاضافه للسليلوز في لجنين. يعني السليلوز موجود بصوره اساسيه في السكالارانشيمي، يعني الحاجه اللي موجوده بصفه اساسيه في السكالارانشيمي هي السليلوز، متضاف على السليلوز اللجنين. يبقى اللجنين ده هي الماده اللي بتعمل على اكساب النبات الصلابه. وخد بالك مجرد ما اقول لك ماده اللجنين فانت تكون عارف على طول ان الماده دي صلبه او النسيج ده صلب. يبقى مجرد ما تسمع مني كلمه لجنين في اي حاجه، فماده اللجنين دي هي ماده بتعمل على اكساب النبات قوه وصلابه، بيكون النسيج صلب جدا مجرد ما تبقى موجوده في النبات. طيب الالياف بقى، الالياف يا دكتور هنا زيها زي الخلايا الحجريه بالظبط، بس الفرق بس هو اختلاف الشكل، ان دي واخده الشكل مضلع كده ودي واخده شكل مسحوب كده شويه، شكل الالياف. تمام. برضو مترصب فيها نفس المادتين السليلوز واللجنين، لان هي برضو نسيج سكلرانشين. بس كده. يبقى انا دلوقتي عرفت افرق بين انواع الانسجه النباتيه البسيطه كلها. عايزاك بقى تكون عارف ان كلمه دعامه تركيبيه هي دعامه، تعرفها كده تاني، هي دعامه بتعتمد على ترسيب مواد على الجدار الخلوي للنبات. تاني، هي دعامه بتعتمد على ترسيب مواد في الجدار الخلوي بتاع النبات. الجدار الخلوي بقى الترسيب ده بيكون يا اما ترسيب خارجي او ترسيب داخلي. طب قول لي مثال على ترسيب خارجي، هتقولي النسيج الكولانشيمي. قول لي مثال على ترسيب داخلي على الجدار الخلوي، هتقولي النسيج السكلرانشيمي. الياف حجريه، الخلايا حجريه او الياف. طيب كده انت عرفت يعني ايه كلمه دعامه تركيبيه. تعالى بقى على النسيج المركب في النبات. حبايب قلبي، النسيج المركب ده عندي نسيج اسمه نسيج الخشب ونسيج اسمه نسيج اللحاء. همسح الشكل ده لو انت عايز تصوره او حاجه علشان تكتبه عندك، تمام، بس انا همسحه دلوقتي عشان اكتب الخشب واللحاء لوحده. ركز معايا كده. النسيج المركب عندي منه كام نوع؟ 2، يا اما الخشب او اللحاء. اسمع معايا كده يا دكتور، يلا. سمعت كلمة خشب ولحاء دي قبل كده؟ حبايب قلبي، لو انا هرسم لكم الشجرة دي مثلا كده، الشجرة بيكون عندها اوراق وعندها الساق وعندها الجذور. حلو. اول حاجة عشان الشجرة دي تكبر وتبقى شجرة كاملة كده، فمحتاجة حاجة تمتص المية والأملاح من التربة. مش احنا بنجيب البذرة نحطها في التربة ونبدأ ان احنا نحط للبذرة دي شوية مية وأملاح فبنلاقيها كبرت وبقت نبات كامل. فكده أول حاجة بيبدأ بيها النبات حياته هي المية H2O والأملاح اللي موجودة في التربة، بيبدأ ان هو يمتصها. هيمتصها عن طريق مين؟ عن طريق الجذور. الجذور دي هي اللي هتبدأ تمتص المية والأملاح. ماشي، وبعدين بعد ما الجذور دي امتصت المية والملح، لقينا المية والملح بيطلع في أوعية متخصصة. المية والملح دول يمشوا في الأنابيب دي. شايف الأنبوبة اللي أنا رسمتها باللون الأحمر دي؟ أهو المية والملح بدأوا يطلعوا في الأنبوبة دي، الأوعية دي. اسمها إيه الأوعية دي؟ اسمها أوعية الخشب. يبقى النسيج اللي أنا رسمته بالأحمر هنا كده اسمه نسيج الخشب. نسيج الخشب ده موجود في النبات كله، سواء جذر أو ساق أو ورقة. يبقى تاني، نسيج الخشب ده موجود في الجذور وموجود في الساق وموجود في الورقة. المية والأملاح بدأت تتنقل عن طريق الخشب فقط. ايه ده؟ يعني ما لاقيش المية والملح دول بيتنقلوا عن طريق اللحاء؟ لا. يبقى الخشب متخصص في الوظيفة بتاعته، واللحاء برضو متخصص في الوظيفة بتاعته. زي كده مثلا في جسم الإنسان بيكون مثلا العضو ده وظيفته كذا، العضو ده وظيفته كذا. ما ينفعش مثلا أقول وظيفة البنكرياس الهضم، وظيفة مثلا الكبد الهضم، لا. مثلا أقول الهضم مثلا بيحصل في المعدة، الهضم بيحصل في الأمعاء. فكل عضو معين موجود في جسمك فبيكون ليه وظيفة معينة. نفس الكلام بالظبط الخشب، فهو وظيفته نقل المية والأملاح فقط. يبقى هنا هقول الوظيفة بتاعته نقل الماء والأملاح.
ماشي حلو. الميه والاملاح بدات تتنقل في اوعيه الخشب، فضلت تطلع كده 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 اهو لحد ما الميه والاملاح دي وصلت للورقه. الورقه خدت الميه والملح وعملت بيهم عمليه بناء ضوئي. عملت بيهم عمليه بناء ضوئي. ليه بتعمل بيهم بناء ضوئي؟ النبات كل اللي عايزه في الدنيا ان هو ياخد ميه وملح وهيعمل بيهم عمليه بناء ضوئي ويكون الغذاء. يبقى هنا الورقه خدت الميه والملح دول عشان تعمل بيهم بناء ضوئي علشان تكون الغذاء. الغذاء بتاع النبات اللي هو بيكون عباره عن جلوكوز. دي حاجه خدتها انت في تانية. ماشي. طيب قولي الغذاء بتاع النبات دلوقتي موجود فين؟ هتقولي هو موجود في الورقة. خلاص، هو ده المكان اللي تكون فيه الغذاء اللي حصل فيه عملية البناء الضوئي، فتكون الغذاء بتاع النبات جوه الورقة. ماشي. هو الغذاء اللي تكون ده بقى هيفضل موجود في الورقة بس ولا هيتنقل في باقي أجزاء النبات؟ لا، أنا عايزة أنقله في باقي أجزاء النبات. عايزة الغذاء ده يتنقل من الورقة يروح للساق ويروح يغذي الجذر ويروح يغذي مثلا لو في أوراق تانية هنا، لو في ثمار يروح لها. يبقى بالتالي انا عايزه الغذاء ده يتنقل في كل النبات. تمام. طبعا مش ورقه واحده اللي بتعمل عمليه بناء ضوئي، ده كلهم. طيب انا دلوقتي بقى عايزه انقل الغذاء ده اوصله للساق واوصله للجذر. لقينا ان الغذاء بيتنقل في اوعيه متخصصه في نقل الغذاء فقط. ايه ده؟ يعني ما ينفعش الغذاء ده يتنقل في الخشب؟ لا، قلت لك كل نسيج متخصص. فهنا الخشب مسؤول عن نقل المياه والملح. لقينا بقى اللحاء هو اللي مسؤول عن نقل الغذاء. سهلة. حلو. فلقينا اللحاء هنا ينقل الغذاء من الورقة لحد ما يوديه على الساق ويودي الغذاء كمان للجذر اهو. يبقى كده الغذاء حصل له انتشار في جميع أجزاء النبات. فأنا هنا بقدر أقول على اللحاء وظيفته نقل الغذاء من، قولي منين كده؟ برافو عليك، من الورقة لفين؟ إلى جميع أجزاء النبات. سهلة سهلة ما فيهاش أي حاجة. يبقى الغذاء اتنقل من الورقة لجميع أجزاء النبات، سواء جذر أو ساق أو أوراق أخرى أو ثمار. ماشي. يبقى دي وظيفة نسيج اللحاء. نسيج الخشب نقل المياه والأملاح. تمام. منين؟ من الجذر. ما هي المياه والملح موجودة في التربة، يعني موجودة ناحية الجذر. يبقى الخشب بينقل مياه وأملاح من الجذر إلى الورقة عشان تعمل عملية بناء ضوئي. خد بالك النقل بيتم منين لفين، حاجات لازم تكون عارفها عن النبات. ماشي. طيب خلاص، انا كده عرفت ايه الفرق بين نسيج الخشب ونسيج اللحاء. عايز اعرف بقى دلوقتي، هو الخشب الانابيب اللي جوه دي عبارة عن ايه، واللحاء الانابيب اللي جوه دي عبارة عن ايه؟ فاحنا هنبدأ ان احنا نكبر الخلايا اللي موجودة دي شوية اهو. يلا بينا. لقينا نسيج الخشب ده بيتكون من حاجة اسمها أوعية. الخلايا بقى اللي موجودة فيه نسيج الخشب فهو نسيج مركب بيتكون من أنسجة اسمها الأوعية والقصيبات وبارنشيما الخشب. بارنشيما الخشب. دكتور عشان ما توهش بس، هي بارنشيما دي جاية من كلمة بارنشيمي أو خلايا زي النسيج البارنشيمي اللي أنا لسه رسمه لك من شوية ده. خلايا عندها مسافات بينية وعندها نواة وخلايا حية ومش مترصف فيها حاجة، بس هي تبع نسيج الخشب عشان كده سموها بارنشيما الخشب. خد بالك كلمة بارنشيمي دي هتسمعها كتير، يعني معظم الخلايا اللي موجودة في النبات فهي خلايا بارنشيمية، فكلمة نسيج بارنشيمي هتسمعها كتير. ده نسيج بارنشيمي موجود في الورقة، ده نسيج بارنشيمي بس سميناه النسيج العمادي، ده نسيج بارنشيمي بس سميناه النسيج الاسفنجي. خد بالك كلمة نسيج بارنشيمي هتتكرر كتير معاك. تمام. ده نسيج بارنشيمي عادي جدا بس موجود جنب الخشب عشان كده سموه بارنشيما الخشب. طيب شكل بقى الانابيب اللي جوه دي بتاعت الخشب عامله ازاي؟ اول حاجه بتتكون من اوعيه. لقينا شكل الاوعيه دي عامله كده، خلايا مستطيله الشكل موجوده تحت بعض بالمنظر ده اهي. دي شكل الاوعيه. حلو. الاوعيه دي في بدايه التكوين المفروض ان هي بيكون عندها نواه، عندها السيتوبلازم عادي جدا، عندها فجوه عصريه دي نواه سيتوبلازم،
فجوة عصارية زي تركيب أي خلية. يبقى الأوعية دي في البداية كان تركيبها زي تركيب أي خلية، عندها نواة وفجوة وسيتوبلازم كل حاجة. بس لقينا إن المية دي لما تيجي تتنقل في نسيج الخشب أهو، المية أهي عايزة تيجي تتنقل في الأوعية أهو، دي المية عايزة تيجي تطلع في الأوعية بتاعة الخشب. جت المية تطلع في الأوعية بتاعة الخشب، لقيت الدنيا مسدودة. ده يا دكتور لازم أوعية الخشب دي تكون مجوفة من الداخل، فاضية يعني، عشان المية تيجي تعدي جوه الأوعية تقدر إن هي تعدي بسهولة فتوصل للورقة. ما هو ده الاتجاه بتاع النقل بتاعها. فهنا لقينا هنا علشان المية تعدي في أوعية الخشب كل المواد دي بتبدأ تتلاشى، النواة والفجوة والسيتوبلازم والجدار الفاصل بين الخلايا. شفت كده كان في جدار بين الخلايا دي والخلايا دي، شلته اهو. كل حاجة موجودة هنا هتبدأ ان هي تتلاشى بالمنظر ده اهو، بقت عاملة شبه الأنبوبة، يعني كأنه القلم ده كده بس مجوف من الداخل، فاضي من الداخل يعني، عشان تقدر المية ان هي تطلع في الأوعية دي. بقت شبه الخراطيم، يعني خرطوم بيبقى مدور كده ومجوف من الداخل يعني فاضي، فتقدر المية ان هي تعدي جوه الخراطيم دي بس كده. فالأوعية بيكون عندها نواة، سيتوبلازم، فجوة، كل مكونات الخلية، بس بتبدأ ان هي تتلاشى عشان تسمح بمرور المية في الأوعية. فلقينا المية قادرة ان هي تطلع في أوعية الخشب كده اهو، قدرت المية ان هي تطلع كده بالمنظر ده بس، وراحت للورقة عشان الورقة تاخدها وتعمل بيها عملية بناء ضوئي. حلو جدا. طيب حبايب قلبي، بعد ما أوعية الخشب دي حصل تجويف فيها وتلاشت الأنوية والغشاء البلازم والغشاء الفاصل بين الخلايا، كل الحاجات دي اتشالت بقت فاضية من جوه. أقدر أقول على الأوعية دي خلايا حية ولا غير حية؟ هتقول لي طبعا الأوعية طالما ما عندهاش نواة، طالما الأوعية دي ما عندهاش نواة فهقول عليها هي خلايا غير حية لا تحتوي على نواة، ما عندهاش نواة. ليه قلت عليها خلايا غير حية؟ ما عندهاش نواة. أساسيات بقى انت عارفها خلاص، أول ما نشوف خلايا ما عندهاش نواة يبقى دي خلية غير حية. ماشي. طيب بعد كده لقينا بدأ يترسب في الخلايا دي مادة الليجنين. مادة الليجنين ايه ده؟ قلت كلمة ايه؟ يترسب في الأوعية مادة الليجنين. الأوعية عندها دعامة تركيبية طبعا، يبقى كده طبعا الأوعية بتاعة الخشب عندها دعامة تركيبية. مش أنا قلت في مادة اترسبت، حصل ترسب لمادة الليجنين، يبقى هنا في دعامة تركيبية. سهلة؟ سهلة جدا اهو خلاص. طيب بعد كده ليه المادة الليجنين اللي اترسبت دي يا شباب؟ عشان الأوعية بتاعت الخشب تكون صلبة وتفضل مفتوحة باستمرار، لأن ما ينفعش مثلا الأوعية دي تكون حاجة لينة أو مرنة، فبالتالي لو هي لينة أو مرنة فهتبدأ إن هي تتقفل كده فالمية مش هتطلع. لكن مجرد إن ترسب على الجدار مادة الليجنين، فمادة الليجنين دي مادة صلبة هتخلي الأوعية دي مفتوحة باستمرار بس. طيب ايه القصيبات بقى؟ القصيبات دي برضو بتساعد على نقل المية والأملاح، بس شكلها بيكون مختلف شوية عن الأوعية. شكلها عامل كده، واخدة شكل مضلع شوية كده، وبرضو مترسب فيها مادة الليجنين. مادة الليجنين كل اللي عايزاك تعرفه عنها ان هي بتساعد على نقل المية والملح، بتساعد الأوعية على نقل المية والملح. شكلها مضلع، واخده شكل خماسي او سداسي، وبتكون مسحوبه كده شويه، فيها ماده الليجنين. ايه ده؟ يعني فيها دعامه ايه؟ تركيبيه. فيها دعامه تركيبيه برضو بتعمل على اكساب النبات قوه وصلابه. طب فايده الاوعيه، فايده نسيج الخشب عموما يعمل على اكساب النبات قوه وصلابه، يعمل على نقل المياه والاملاح. حلو. في دعامه تركيبيه ولا ما فيهوش؟ طبعا فيه. يبقى الاوعيه عنده فيها دعامه تركيبيه، القصيبات فيها دعامه تركيبيه. طب بارنشيما الخشب، بارنشيما الخشب دي خلايا موجوده جنب الخشب اهي. بارنشيما الخشب دي لقينا ان هي خليه عندها نواه وفجوه، نواه وفجوه، نواه وفجوه اهو. قول لي بقى معلش كده، هي الخلايا دي حيه ولا غير حيه؟ حيه. طالما شفت ان هي عندها نواه هقدر اقول على بارنشيما الخشب هنا ان هي خلايا حيه.
خد بالك انا دي بشاور على القصيبات. دي اهي عشان ما تتلخبطش انت بس، دي بشاور على بارنشيما الخشب. بارنشيما الخشب، خلايا بارنشيمية موجودة عند الخشب، حية ولا غير حية؟ حية طالما عندها نواة. تمام. طيب ايه فايدتها؟ حبايب قلبي، اي نسيج غير حي، اي نسيج غير حي لازم يكون جنبه نسيج حي. بيساعدوا بقى مثلا، ما الخلايا الغير حيه دي ما تقدرش ان هي مثلا تكون اي تي بي، ما تقدرش ان هي تعمل اي حاجه، ما هي ما عندهاش نوايا ولا سيتوبلازم ولا اي حاجه، كل وظيفتها ان هي تنقل الميه والملح بس. فهتلاقي في اي مكان في النبات في خلايا غير حيه، جنبها على طول في خلايا حيه كانها بتساعدها يعني. طيب مش مهم الجزء ده، مش علينا، اللي هو بتاع الخلايا البارنشيميه، مش عايزاك تعرف فايدتها قوي دلوقتي، هيبقى ليها فايده في جزء المناعه. تمام. بس خليك عارف هنا ان الاوعيه بيترسب فيها الجنين، الجنين ده يعتبر دعامه تركيبيه، القصيبات بيترسب فيها الجنين فعنده دعامه تركيبيه. نسيج الخشب عموما سواء في الجذر، نسيج الخشب سواء في الجذر او في الساق او في الورقه، فهو بيحتوي على دعامه تركيبيه. تمام. طيب اللحاء بقى، اللحاء يا دكتور لقينا ان هو بيتكون من حاجه اسمها انابيب غرباليه وخلايا مرافقه. تاني، بيتكون من انابيب غرباليه وخلايا مرافقه. شكل الانابيب الغرباليه عامل كده، برضو في البدايه كان عندها سيتوبلازم ونواه وكل مكونات الخلية. بعد كده المكونات دي بدأت ان هي تتلاشى عشان تقدر الانابيب الغربالية، الانابيب الغربالية دي تقدر ان هي تنقل مين؟ برافو عليك، تنقل الغذاء. حلو جدا. عشان تقدر ان هي تعدي في الاوعية دي وتكون فاضية من جوه عشان تنقل الغذاء. طيب ليه سميناها انابيب غربالية؟ جاية من كلمة غربال. غربال ده زمان زي المصفى عندنا كده، المصفى بتكون مسطحة كده وفيها ثقوب صغيرة، زمان كانوا بيسموه غربال. فالغربال ده سميتها أنابيب غربالية عشان هي برضو خلايا في ما بينها وما بين بعض كده ثقوب صغيرة، فالثقوب دي شبه المصفى يعني، فقالوا ان هي شبه الغربال فاسمها أنابيب غربالية، ده سبب التسمية. طيب الأنابيب الغربالية هنا لقينا ان هي بيمر فيها سيتوبلازم، خد بالك بقى هنا الحتة دي معلش، لقينا ان هي بيمر فيها سيتوبلازم على شكل خيوط سيتوبلازمية. يعني بعد ما خلاص الخلايا دي بقت خلايا غير حية، السيتوبلازم خد شكل خيوط، لكن هنا ما بقاش فيه سيتوبلازم اصلا، الاوعية ما فيهاش سيتوبلازم اصلا. هنا بقى في الانابيب الغربالية خد شكل خيوط سيتوبلازمية كده بتساعد على نقل الغذاء، بتعمل انسياب للغذاء. ماشي. طيب ما علينا، مش مهمة دي بالنسبة لي. الانابيب الغربالية هي خلايا غير حية. ماشي. الخلايا المرافقة موجودة فين؟ موجودة جنبها. يا دكتور هي الخلايا المرافقة دي عندها نواة. الخلايا المرافقة طالما هي عندها نواة أقدر أقول عليها خلايا حية. السبب عندها نواة. طب دي خلايا غير حية ما عندهاش نواة، فعشان كده قلت عليها خلايا غير حية. طيب هنا قلت لك أي نسيج غير حي فلازم يكون جنبه نسيج حي. طيب يا دكتور الغذاء علشان يتنقل في الانابيب الغرباليه محتاج ATP. بص كده محتاج ايه؟ محتاج ATP. مين اللي يكون الATP؟ الخلايا الغير حيه ولا الخلايا الحيه؟ طبعا الخلايا الحيه. ما هي كلمه خليه حيه يعني عندها عضيات الخليه، يعني عندها ميتوكوندريا اللي هي بتكون الطاقه، بتكون الATP. فلقينا الخلايا الحيه دي بتساعد الانابيب الغرباليه، بتساعد الخلايا الغير حيه. فالخلايا المرافقه هي اللي تكون الATP وتروح بعتاه للخلايا المرافقه، للانابيب الغرباليه سوري. تاني، الخلايا المرافقه هي اللي بتعمل على تكوين الATP وتروح بعت الATP ده على الانابيب الغرباليه عشان الغذاء يتنقل. ما انا قلت لك الغذاء علشان يتنقل شرط ان هو يلاقي ATP جوه هنا اهو. فالATP ده هيجي من الخلايا المرافقه. يبقى انا كده عرفت ان اي خليه حيه فهي او اي خلايا غير حيه جنبها خلايا حيه بتساعدها بقى سواء في تكوين الطاقه او الATP، علشان هي بيكون عندها نواه فبيكون عندها مميزات اكتر من الخلايا الغير حيه. مين اللي بينقل الغذاء؟ الانابيب الغرباليه.
مين اللي يساعد على نقل الغذاء؟ الخلايا المرافقه. حلو. طيب عرفنا ليه هو اللحاء نسيج مركب، علشان عنده انابيب غرباليه وخلايا مرافقه. يعني النسيج ده لقيت فيه نوعين من الخلايا، نوع خلايا مستطيله كده بالمنظر ده، ونوع خلايا تانية اهي عندها نواه اسمها خلايا مرافقه. فدي نوع من الخلايا ودي نوع من الخلايا، عشان كده قلت عليهم انسجه مركبه. يبقى انا كده عرفت الفرق بين انواع الانسجه النباتيه كلها اللي موجوده في النبات، سواء نسيج بسيط او نسيج مركب. نسيج بسيط بارنشيمي، كولانشيمي، سكالرانشيمي. نسيج مركب خشب ولحاء. دلوقتي بقى عايزه اقول لك اسماء المواد اللي بتترسب في النبات، وقول لي بقى امثله عليها. يعني مثلا قلت لك ماده الليجنين بتترسب فين؟ هتقولي في النسيج السكالرانشيمي، في الخشب. طب ماده الليجنين تعمل على اكساب النبات؟ هتقولي قوه وصلابه. طب مثلا قلت لك ماده السليلوز بتترسب فين؟ هتقولي في النسيج الكولانشيمي، بتعمل على اكساب النبات قوه ومرونه او صلابه ومرونه. تمام كده؟ فبالتالي يا دكتور انا محتاجه بقى اعرف الدعامه التركيبيه في النبات بالتفصيل. فانا عشان اتكلم عن الدعامه التركيبيه في النبات، فانا هكتب لك كده بكل بساطه اسم الماده اللي هتترسب. مش هنا بقول لك الدعامه التركيبيه، يعني في ماده اترسبت، انا عايزه اعرف المواد والمواد دي بتترسب فين، بس كده. وانت خلاص عرفت كل انواع الانسجه النباتيه. فخد لك بريك شويه كده ويلا بينا نكمل. طب تعالى بقى دلوقتي نكمل مع بعض ونقول كل ماده، وكل ماده من المواد دي لما بتترسب في النبات بتترسب في انهي نسيج وبتبقى شكلها عامل ازاي، وهل الترسيب هنا على الجدار الخلوي من الخارج ولا من الداخل. خد بالك ان مكان تاثير الدعامه التركيبيه فهو الجدار الخلوي. تمام كده؟ يعني اي ماده فهي هتترسب في النبات فهتترسب على الجدار الخلوي، تمام، مش الغشاء البلازمي. بس هنا الترسيب بقى هيكون على الجدار من الخارج ولا على الجدار من الداخل، فكل ماده مختلفه عن الثانيه. تعالى كده نشوف مع بعض. اول ماده اسمها ماده ايه؟ السليلوز. قول لي بتترسب في نسيج ايه؟ هقول لك اول حاجه يا دكتور بعد ما انت درست الانسجه كلها. تمام. ماده السليلوز فهي بتترسب في النسيج الكولانشيمي. حلو. طيب ترسيب ماده السليلوز بيكون على الجدار من الخارج ولا من الداخل؟ لا، بترسب من الخارج، على الجدار من الخارج او بين الخلايا. حلو، يبقى انت كده مذاكر وشاطر وكل حاجه تمام. بص بقى، مجرد ما احنا كتبنا الماده لقينا الدنيا ماشيه بسهوله. طيب هي ماده السليلوز ماده منفذه للماء ولا غير منفذه للماء؟ منفذه. منفذه للماء. خد بالك بقى من الحته دي كويس قوي. اي ماده هقولها لك سواء ماده السليلوز، ماده الكيوتين، ماده الليجنين، ماده السيوبرين، كل المواد كيوتين ليجنين سيوبرين، كل المواد فهي مواد غير منفذه للماء، يعني مش بتعدي الميه، ما عدا السليلوز فهو ماده منفذه للماء. يبقى هنا السليلوز هو الوحيد الماده اللي فيهم منفذ للماء، يعني الميه تقدر تعدي منه بسهوله. لكن كل المواد دي ما تقدرش الميه ان هي تعدي منها، بيكون ليها وظيفه ان هي مثلا تحافظ على الميه اللي موجوده جوه النبات، غير الدعامه. تمام. طيب بعد كده عندنا ماده اسمها ماده الكيوتين. حبايب قلبي، ماده الكيوتين دي بتترسب فين وطبيعتها عامله ازاي بالظبط؟ اسمع معايا كده يا دكتور. سمعت الكلمه دي قبل كده؟ سمعت كلمه كيوتين قبل كده؟ فاكرين لما خدنا نسيج في تركيب الورقه بتاع النبات اسمه نسيج البشره؟ فاكرين شكل الخلايا دي؟ ايوه برافو عليك. لو حد معايا من تانية كده كنا بنقول عليها نسيج بارنشيمي، وكنا بنقول ان خلايا البشره بتاعه الورقه، خلايا البشره بتاعه الورقه بتبقى عباره عن صف واحد من خلايا بارنشيميه. ايه ده يا دكتور، هي دي خلايا بارنشيميه؟ بس اسمها خلايا البشرة يا دكتور. في تانية ثانوي كنت خدت ان الورقة بتاعت النبات بيكون ليها بشرة عليا، يعني انت لو مسكت الورقة كده هتلاقي ليها وش وظهر. تمام، ورقة النبات. وانت معدي كده مسكت الورقة دي لقيت ليها سطح علوي وسطح سفلي. حلو. السطح العلوي بتاع الورقة هتلاقي ان هو ليه اسمه ايه؟ البشرة. مش عارفة ايه اسم اللي انا قلتها كتير دي. يبقى هنا اول صف من الخلايا موجوده فوق في الورقه اسمها خلايا البشره. الصف اللي موجود تحت برضو اول صف من تحت من البشره اسمه البشره السفلى. يبقى انا دلوقتي عندي الورقه ليها سطح علوي
وليها سطح سفلي. السطح العلوي بتاعها اسمه البشرة العليا، والسطح السفلي اسمه البشرة السفلى. لقينا البشرة سواء بشرة عليا أو بشرة سفلى بيترسب عليها من فوق مادة اسمها مادة الكيوتين. يبقى تاني كده، لقينا مترسب على الخلايا بتاعت البشرة دي من فوق مادة اسمها مادة الكيوتين اهي. طب مادة الكيوتين دي يا دكتور عبارة عن مادة شمعية، يعني عبارة عن شمع. لو مسكت الورقة بتاعت النبات هتلاقي ان هي بتلمع من فوق وبتلمع من تحت. ليه بتلمع؟ عليها مادة شمعية زي الشمع كده، فبتخلي الملمس بتاعها ناعم. طيب المادة الشمعية دي فايدتها ايه؟ لقينا ان هي مترسبة على الجدار من الخارج اهو، الكيوتين مترسب على الجدار من الخارج. فايدة المادة الشمعية دي ان هي بتمنع فقد الماء. يعني النبات جواه ميه، فالنبات مش عايز يفقد الميه، ده النبات بيحتاج الميه في عمليه البناء الضوئي وهكذا. فبالتالي النبات هنا عايز يفضل يحتفظ بالميه علشان يفضل محافظ على شكله. ما هو النبات لما بيفقد الميه بيدبل، فالنبات عايز يحافظ على شكله، فبنلاقيه ان هو متغطي من كل الاتجاهات بماده الكيوتين. فالكيوتين ده لقينا ان هو مترسب على البشره، سواء البشره العليا بتاعه الورقه او البشره السفلى. لقينا ان في بعض سيقان النباتات، بس النباتات العشبيه. يعني ايه نباتات عشبيه؟ يعني الساق بتاعها لونها اخضر وصغيره. النباتات العشبيه دي مترسب على الساق بتاعها ماده الكيوتين. يبقى الساق اللي لونها اخضر الصغيره دي سواء بقى ملوخيه، بقدونس، نعناع، فهي مترسب عليها من بره ماده شمعيه اسمها ماده الكيوتين. حلو قوي. الماده دي بتمنع فقد النبات للماء، يعني بتخلي النبات يفضل يحتفظ بالميه بفتره اطول. طيب ماده الكيوتين مترسبه فين؟ في نسيج البشره اللي هو اسمه نسيج ايه؟ بارنشيمي. بس خد بالك، انا عارفه ان النسيج البارنشيمي ما عندوش دعامه تركيبيه. حلو تمام. بس انا بقول لك النسيج البارنشيمي ده اترسب عليه من فوق ماده الكيوتين. دلوقتي عنده دعامه تركيبيه ولا ما عندوش؟ طبعا عنده. طالما في ماده اترسبت في النسيج البارنشيمي يبقى خلاص النسيج البارنشيمي ده عنده دعامه تركيبيه. طيب النسيج البارنشيمي ده هنا اسمه نسيج البشره. ما اقولش بارنشيمي واسكت، لان كلمه بارنشيمي واسكت انا ممكن افتكر ان هو نسيج بارنشيمي بس مش مترسب فيه حاجه. لكن مجرد ما حضرتك قلت لي كلمه البشره يبقى عرفت ان هي خلايا بارنشيميه برميليه الشكل مترسب عليها من فوق ماده الكيوتين. سهله سهله. طيب في دعامه تركيبيه لان ماده الكيوتين مترسبه هنا. قول لي الترسيب بتاعها من الخارج ولا من الداخل؟ من الخارج. حلو، خارج الخليه اهو. تمام. على الجدار كله ولا جزء من الجدار؟ لا جزء من الجدار اهو، لان الترسيب كان هنا بس، كان فوق بس. تمام، ما كانش فوق وتحت، لان فوق وتحت كده هبقى انا سديت او مثلا حطيت طبقه شمعيه من تحت، فالطبقه الشمعيه دي مش بتترسب من الخليه من تحت. لكن مثلا يعني عشان برضو محدش يفهم الدنيا غلط، لو مثلا دي البشره السفلى اهي، دي البشره السفلى بتاعه الورقه، فالبشره السفلى دي هيكون مترسب عليها كيوتين برضو بس من بره. فاهمني كده؟ هوضحها لك برضو في رسمه جايه دلوقتي. تمام. لكن الخلايا اللي في النص هنا بين الخلايا دي، بين الطبقه دي والطبقه دي، او بين البشره دي والبشره دي، مش مترسب عليهم كيوتين. يبقى هنا الترسيب كان على جزء من الجدار بس وليس الجدار كله. يبقى هنا ترسيب على جزء من الجدار. حلو جدا. طيب تعالى بقى على الماده الثانيه اللي هي اسمها ماده، او الثالثه اسمها ماده الليجنين. مادة الليجنين يا دكتور بتترسب في نسيج، قلنا اسمه نسيج ايه؟ برافو عليك، اسكلرانشيمي. النسيج الاسكلرانشيمي في منه ايوه خلايا حجرية والياف، الاتنين فيهم نسيج فيهم مادة الليجنين. يبقى بيترسب في خلايا غير حية. طب قول لي الترسيب من الداخل ولا من الخارج؟ لا الترسيب هنا كان ترسيب من الداخل او على الجدار من الداخل. لكن مثلا السليلوز كان على الجدار من الخارج او بين الخلايا. طب السليلوز ماده منفذه للماء، الليجنين ماده غير منفذه للماء، غير منفذه للماء. طب الكيوتين برضو غير منفذ للماء، غير منفذ للماء. تخيل معايا كده لو كان الكيوتين ده منفذ للماء، كانت الميه تبدا ان هي تتفقد عن طريق طبقه الكيوتين. طب ايه فايدتها؟ ايه فايدتها بقى هنا؟ ما هو انا اصلا عايزه الكيوتين ده يغطي البشره عشان الميه ما تتفقدش، فبالتالي ماده الكيوتين دي هي ماده غير منفذه للماء، ما بيعديش منها الميه. الليجنين هي ماده غير منفذه للماء، ماده تعمل على اكساب النبات قوه
وصلابة. هنا هقول السليلوز يعمل على اكساب النبات قوة ومرونة. في درجة مرونة في المادة في مادة السليلوز بتعمل على اكساب النسيج قوة ومرونة، لكن الليجنين فهي مادة بتعمل على اكساب النبات القوة والصلابة. تمام، كلهم دعامة تركيبية في النبات. طيب ان مادة الليجنين مترسبة قلنا في النسيج السكالارانشيمي، قلنا مكان كمان مترسب فيه مادة الليجنين، ايه هو؟ برافو عليك، نسيج الخشب، أوعية وقصيبات الخشب. ايه ده، مش هقول نسيج بارنشيما الخشب؟ لا، ما انت دلوقتي خلاص بقيت عارف كل الانواع بتاعه الانسجه. فبارنشيما الخشب ما كانش مترسب فيه حاجه او ما كانش عنده ماده الليجنين، يبقى هنا هقول الليجنين في نسيج الخشب، بس ادق بقى ان انا اقول اوعيه وقصيبات الخشب. الليجنين مترسب في النسيج السكالارانشيمي سواء خلايا حجريه او الياف، بيترسب على الجدار من الداخل، على الجدار الخلوي من الداخل. هو ماده غير منفذه للماء، يعمل على اكساب النبات القوه والصلابه. طيب مادة السيوبرين بقى، أول ما أقولها لك افتكر الشجرة اللي لونها بني. أول ما أقول لك مادة السيوبرين افتكر الشجرة اللي لونها بني. الأشجار يا شباب بيكون عندها نسيج لونه بني اللي شبه الخشب ده اللي بره. النسيج اللي لونه بني ده اسمه نسيج الفلين. النسيج اللي لونه بني بتاع الشجرة اسمه نسيج الفلين. نسيج الفلين، اوعى تنساه. يبقى الفلين ده مجرد ما اقول لك اسمه فهو موجود في الشجره، اي حاجه خشب من بره كده. تمام. طيب نسيج الفلين بيترسب فيه ماده السيوبرين. ماده تعمل على اكساب النبات قوه وصلابه، ده صلبه جدا جدا جدا، خشب. تمام. فالماده اللي لونها بني من بره دي اسمها نسيج الفلين. نسيج الفلين ده بيترسب فيه ماده السيوبرين. مادة السيوبرين بتترسب في الخلايا من الخارج ولا من الداخل؟ لا، قولي من الداخل. طب نسيج الفلين هنا اهو، ده ترسيب السيوبرين. نسيج الفلين هنا نسيج حي ولا غير حي؟ غير حي، صلب جدا جدا، صلب جدا جدا، وبتكون خلايا غير حية ومترسب فيها مادة سيوبرين بكمية عالية. فهنا نسيج الفلين اللي لونه بني في الشجرة بيترسب فيه مادة السيوبرين. مادة السيوبرين تعمل على تدعيم النبات، طبعا دعامة تركيبية لأن في مادة اترسبت، وتعمل على إكساب النبات قوة وصلابة. سهلة جدا. يبقى أنا دلوقتي عرفت كل المواد اللي بتترسب عندي في النبات، كل المواد اللي بتعمل على إكساب النبات القوة والصلابة وبتدعم النبات وتعمل على إكساب النبات الدعامة التركيبية. ركز معايا في الثلاث رسومات اللي جايين دول عشان مهمين جدا جدا جدا. حبايب قلبي نكمل مع بعض كده، خلاص احنا قربنا نخلص، بس الثلاث رسومات دول هيوضحوا لك الدنيا بشكل أكبر وتحس إن أنت فاهم بقى أول مرة في حياتك تفهم نبات. تمام؟ طيب أنا هنا في الرسمة دي جبت لك ان النبات بيكون عنده ورقة او بيتكون بشكل اساسي من ورقة او اوراق وساق وجذر. يبقى اي نبات في الدنيا فهو بيتكون من جذر وساق واوراق. تمام، الجذور والسيقان والاوراق. حلو قوي. انا خدت قطاع في الورقه ده، الشكل اللي انت خدته في ثانيه ثانوي، هفكرك بيه وافكرك بكل انواع الخلايا اللي موجوده فيه والانسجه اللي موجوده فيه، ونقول بقى هو النسيج ده عنده دعامه تركيبيه ولا ما عندوش. تمام. طيب بعد كده خدت لك قطاع في الساق اهو بالعرض كده، قطاع بالعرض، فظهر معانا المنظر ده في الساق اللي هو شكل دايره ده. فانا خدت جزء صغير من شكل الدايره ده وعرفت ترتيب الخلايا اللي موجوده في الساق كلها. تمام. ونشوف برضو الساق الخلايا اللي موجوده فيه كل طبقه فيهم عندها دعامه تركيبيه ومترسب فيها مواد ولا ما عندهاش. بعد كده خدنا قطاع في الجذر اهو كده برضو ماشي، وشوفنا انواع الخلايا اللي موجوده في الجذر، ونشوف كل نوع من الخلايا ايه نوع الترسيب اللي في الخلايا بتاعته وعنده دعامه تركيبيه ولا لا. طيب اول حاجه عندنا هي الورقه. نكبر شكل الورقه كده شويه اهو. لما خدنا قطاع بالعرض في الورقه، ده شكل الورقه اهو، خدنا قطاع بالعرض في الورقه فظهر معانا المنظر ده. ايه الدايره اللي في النص دي يا دكتور؟ بتاعه العرق الوسطي اللي موجود في النص. ما هو خد بالك بقى، انا خدت قطاع بالعرض وشفت شكل الخلايا من فوق لتحت،
يعني انا بعد ما خدت القطاع بالعرض ده كاني مسكت الورقه كده وشفت طبقات الخلايا اللي موجوده فوق. اول حاجه هتقابلني فوق هي البشره العليا، يبقى دي كده اسمها بشره عليا. اخر حاجه من تحت هنا فهي البشره السفلى، يبقى انا كده عندي طبقه البشره العليا تمام، وطبقه البشره السفلى اللي باللون الاصفر دي البشره السفلى، واللي باللون الاصفر فوق هي البشره العليا. بعد كده في النص لقينا فيه دايره كده شويه، الدايره دي اللي هي العرق الوسطي اللي موجود في النص هنا ماشي. العرق الوسطي ده بيكون عباره عن اوعيه اللي هي خلايا الخشب او نسيج الخشب واللحاء المسؤولين عن نقل الميه والاملاح والغذاء. طيب اول حاجه هنا يا دكتور لما اجي اقول لك على البشره العليا مترسب عليها من فوق ايه؟ ماده الكيوتين. فيها دعامه تركيبيه؟ طبعا فيها دعامه تركيبيه تمام. طيب بعد كده لقينا الانسجه اللي موجوده تحت هنا نسيج اسمه النسيج العمادي اللي بالاخضر ده، نسيج عمادي عباره عن خلايا بارنشيميه. بص انا بقول لك كل المعلومات اللي انت ممكن تقابلك في النبات تمام، ذاكرتها فهو كويس قوي بالنسبه لك. يعني انا بجيب لك الموضوع من اوله لاخره، كل المعلومات الاضافيه اللي انا عماله اقولها دي ممكن ان انت تحتاجها سواء دلوقتي او بعدين، فانت كده سمعت شرحها من الاول تمام. فمعلش لو انا بطول معاك في الحصه شويه، بس انا بجيب لك كل حاجه انت ممكن تكون هتقابلك في النبات ماشي. يبقى دي كده نسيج اسمه النسيج العمادي عباره عن خلايا بارنشيميه. قلت لك في اي ماده مترسبه هنا؟ لا، لقينا في مسافات اصلا بين الخلايا، يبقى ده ما عندوش دعامه تركيبيه. طب النسيج اللي تحتيه، طبعا النسيج العمادي ده وظيفته ان هو بيعمل بناء ضوئي. النسيج اللي تحتيه اسمه النسيج الاسفنجي، برضه وظيفته ان هو بيعمل عمليه بناء ضوئي. النسيج الاسفنجي برضه عباره عن خلايا بارنشيميه. يا دكتور هو الخلايا البارنشيميه هنا فيها اي ماده مترسبه؟ ده انا ملاحظه ان الخلايا بعيده عن بعض قوي، فبالتالي هنا مفيش مواد مترسبه بين الخلايا. فهنا برضو النسيج البارنشيمي ده ما اقولش ان هو عنده دعامه تركيبيه. لكن النسيج البارنشيمي بتاع البشره بقول ان هو عنده دعامه تركيبيه عشان عنده الكيوتين، ماشي. طيب البشره السفلى برضو بيكون مترسب عليها، او طبقه البشره مغلظه بالكيوتين، مترسب عليها من بره كيوتين، فبالتالي هي عندها دعامه تركيبيه. يبقى دي خلايا بارنشيميه عادي جدا، خلايا بارنشيميه بس مترسب فيها كيوتين، يبقى عندها دعامه تركيبيه. طب تعالى بقى في النص هنا كده، الدايره دي كده اهو، الجزء ده كده لقينا ان فيه خلايا الخشب فوق وتحتيها نسيج اللحاء. هنا بيقول لي النسيج ده نسيج الكولانشيمي مغلظ بالسليلوز اهو. لقينا المنظر ده هنا بيقول لي ان الخلايا اللي موجوده هنا فهي عباره عن خلايا كولانشيميه ماشي، بتكون مغلظه بايه؟ بماده السليلوز، يبقى عندها دعامه تركيبيه. طب بص فوق هنا كده لقينا ان ده نسيج اسمه نسيج الخشب مغلظ بماده الليجنين، يبقى هتلاقي الجزء اللي لونه احمر اللي في النص ده عباره عن نسيج الخشب. نسيج الخشب خلاص انت كده كده عارف ان هو بيبقى موجود فيه ماده الليجنين اللي بتعمل على اكساب النبات قوه وصلابه، يبقى نسيج الخشب فهو عنده دعامه تركيبيه. اللحاء موجود تحتيه هنا، بس اللحاء يا دكتور ما عندوش دعامه تركيبيه تمام. طب تعالى كده ننقل مع بعض على القطاع اللي موجود في الساق. يبقى احنا كده خلصنا الورقه بكل انواع الانسجه اللي موجوده فيها، خدنا قطاع في الساق. لقينا اول حاجه قابلتنا فوق هنا خلايا بشره اهي، خلايا البشره. طبعا دي ساق نبات عشبي، ساق نبات عشبي مش خشبي. عارف لو ساق نبات خشبي هقول ان هو عنده من بره نسيج الفلين مترسب فيه ماده السيوبرين. شاطر، برافو عليك. طيب هنا النبات ده نبات عشبي، يعني مثلا زي النعناع، الملوخيه، البقدونس، الحاجات دي. لقينا موجود من بره يا دكتور خلايا اسمها خلايا البشره، طبقه البشره فيها كيوتين، يعني فيها دعامه تركيبيه، برضه مترسب عليها من فوق ماده الكيوتين اللي هي الماده الشمعيه. ما انت بتلاقي الملوخيه العود بتاع الملوخيه كده من بره لونه اخضر وبيلمع عشان عليه ماده الكيوتين. اي حاجه هتلاقيها في النبات بتلمع فهي عليها ماده الكيوتين الشمعيه. طيب بعد كده نزلنا تحت شويه لقينا النسيج، بيقول النسيج اللي تحت البشره على طول اسمه نسيج كولانشيمي، ده بيكون مغلظ بايه؟ بالسليلوز، يبقى فيه دعامه تركيبيه. طيب بعد كده تحت النسيج الكولانشيمي خد بالك بشره كولانشيمي، اللي تحتيهم دول اسمهم نسيج بارنشيمي. ده تركيب الساق العادي، في العادي بشره الاول، بعد كده كولانشيمي، بعد كده بارنشيمي. هو البارنشيمي هنا عنده دعامه تركيبيه؟ والله انا بصيت على الخلايا كده لقيتها ان هي بعيده عن بعض وفي مسافات بينيه، يبقى ده نسيج بارنشيمي ما عندوش دعامه تركيبيه. طب بعد كده اللي تحتيه الصف اللي تحتيهم ده اسمه غلاف
نشوي، غلاف نشوي، يعني وظيفته ان هو بيخزن النشا، مالكش علاقه بيه. تعالى على اللي تحتيه، شايف النسيج المغلظ قوي قوي ده؟ شايف النسيج ده كده؟ النسيج ده اسمه البريسايكل. البريسايكل خدته في تانية ثانوي. البريسايكل ده بيكون عبارة عن خلايا اسكالرانشيمية، والنسيج الاسكالرانشيمي فهو مغلظ باللجنين. طيب انت مش عارف شكل البريسايكل، بس انا جيت في سؤال قلت لك نسيج البريسايكل الذي يحتوي على خلايا اسكالرانشيمية، فهو بيحتوي على دعامة تركيبية. طبعا انت هترد تقول لي ايه؟ طالما نسيج سكالرانشيمي يبقى عنده لجنين وسليلوز، يبقى عنده دعامة تركيبية. سهلة؟ سهل. طيب يبقى هنا البيريسايكل ده اللي هو تحت الغلاف النشوي على طول، الدايرة الصغيرة دي كده كلها نسيج سكالرانشيمي في لجنين. طيب بعد كده لقينا ان دي كده اسمها الحزمة الوعائية. الحزمة الوعائية. الحزمة الوعائية دي فيها فوق لحاء، وفيها تحت الجزء اللي باللون الاحمر اللي تحت ده كده كانها عامله زي المثلث كده يا شباب. بص اهي، كانها شكل المثلث كده. في النص كده طبقه خلايا اللي هو الصف اللي باللون الابيض ده، وفي فوق اللحاء، وفي تحت الخشب. هل هنا في اللحاء في دعامه تركيبيه؟ لا، الخشب طبعا عنده دعامه تركيبيه، يبقى ده نسيج الخشب مغلظ باللجنين. الطبقه الخلايا اللي بين اتنين اسمها الكامبيوم. الكامبيوم مسؤولة عن الانقسام وتدينا لحاء وتدينا خشب. بس مش مهمة بالنسبة لك نسيج الكامبيوم ولا اللحاء، مهم بالنسبة لي هنا نسيج الخشب. فانت بتبقى بتعمل فوكس كده على الخشب. اهم حاجة تبقى عارف الخشب موجود فين في الورقة والخشب موجود فين في الساق. هتلاقي شكله مميز قوي، اوعية كبيرة قوي كده محطوطة تحت بعض، وهتلاقي غالبا مرسومة باللون الاحمر كده. هتركز قوي على شكل الخلايا الكولانشيمية، بتكون خلايا مدورة وفي ترسيب بين الخلايا. شكل الخلايا البارانشيمية بقى بيكون فيها مسافات بينية، فدي ما عندهاش دعامة تركيبية، لكن الكولانشيمية فيها ترسيب، فدي عندها دعامة تركيبية. طيب بعد كده عندنا الجذر. خدنا قطاع في الجذر فظهر لنا المنظر ده. ايه منظر الخلية الطويلة قوي دي يا دكتور؟ ده الخلية دي اسمها شعيرة جذرية. شعيرة جذرية، ايوه سمعتها انت قبل كده في تانية ثانوي صح كده؟ الشعيرة الجذرية دي وظيفتها ان هي تمتص المية. ايه ده؟ هي طالما امتصت المية فهي عندها ايه؟ برافو عليك شاطر. هي عندها بقى، هلاقي انا اكيد بعد كده جوه هنا في الجذر هلاقي نسيج الخشب. نسيج الخشب هتلاقيه هنا اهو، مغلظ بمادة ايه؟ اللجنين. طب بيقول لي هنا في شريط اسمه شريط كاسبر، الشريط ده بيحتوي على مادة اسمها مادة السيوبرين، بيمنع انتشار الماء من خلاله. طب اشمعنى؟ انا عايزة خلايا الجذر بعد ما تمتص المية تحتفظ بيها، يعني المية عدت اهو، عدت هنا خلاص، هنا بقى كده انا مش عايزة المية ترجع تاني الجذر يفقدها، انا عايزة المية اللي النبات اكتسبها ما افقدهاش مرة تانية عن طريق الجذر. فبالتالي الأشرطة دي هي دي اللي بتحتوي على مادة السيوبرين، فطبعا دي مادة غير منفذة للماء، فبالتالي هنا هي بتمنع فقد النبات للمية عن طريق الجذر مرة أخرى. نسيج الخشب اللي أنا قابلته هنا فهو مسؤول عن امتصاص المية والأملاح، وكمان مغلظ بمادة اللجنين. حبايب قلبي لحد هنا احنا خلصنا المحاضرة الأولى، فاضل لك بس ان انا من كتاب الشرح بتاعك احل معاك ال6 اسئله اللي موجودين، ويبقى احنا كده خلاص ظبطنا كل حاجه. بص بقى معايا كده يا دكتور، انت هتذاكر المحاضره دي كلها تمام كويس جدا جدا جدا. بعد كده هينزل لك فيديو صغير فيه حل ال6 اسئله، فيديو صغير جدا مش هيعدي ال10 دقايق، فيهم حل ال6 اسئله الموجودين عندك في كتاب الشرح، عشان برضو هم فيهم مستوى التفكير بتاعهم عالي وعايزاك تعرف بتحل ازاي. بعد كده يبدا ينزل لك فيديو الواجب في نص الاسبوع باذن الله. يبقى لحد هنا احنا خلصنا مع بعض المحاضره الاولى. ذاكر كويس قوي قوي قوي، ويا رب تكون استفدت. اشوفكم المحاضره الجايه باذن الله. السلام عليكم.